كنت يوما في جنازة صبي من القرية، وكان والد الصبي يبكيه في الجنازة بكاء مرا، وبرر الناس بكاء الوالد بكثير من الشفقة والتفهم، وقالوا: ما هو حق في هذا الجزع كله؟ فابنه صغير ولم يرى من الدنيا شيئا. فقال عامر قولا ما زال يصيبني بالذهول كلما تذكرته، قال: حتى لو كبر هذا الصبي كنا سنشيعه أو يشيعه غيرنا، أما كونه لم ير من الدنيا شيئا فكأن في الدنيا شيئا يستحق التعزية أنه لم يره. كنا نمشي في الجنازة يملأنا الأسى والحزن، ولكننا كنا ناسين الموت في حضرة الموت، نسينا أننا سنموت جميعا، وأننا اليوم نمشي حاملين وغدا سنمشي محمولين. وحده عامر من بيننا كان يتذكر حقيقة الحياة، وأنها ستنتهي عاجلا أم آجلا. وحين كنا حزينين لمفارقته الدنيا باكرا، كان هو يعرف أن الدنيا لا تستحق ألم الفراق. أليست هذه عبقرية يا نبض؟ أن نفهم الحياة بتجرد ودون أن نقاربها بمشاعرنا. المشاعر أحيانا تشوه حكم العقل وتجعله يصدر أحكاما خاطئة أو قرارات آنية بعيدة عن الحكمة. وحين أدخلنا عواطفنا ضمر عقلنا، أما عامر فنح عواطفه فبرز عقله. ولو سألوني اليوم عن أبلغ حكمة سمعتها في قريتنا لقلت دون تردد حكمة عامر المجنون. بالمقابل كان عامر لا يرضى أن يكون عاقلا طوال الوقت. أعتقد أن هذا الأمر كان مرهقا له، وأنه حين كان يمارس جنونه ويترك نفسه على سجيتها كان يستريح من مغبة أن يكون عاقلا. كان يسير مرة في الطريق وكنت أسير خلفه، فقام أولاد حارتنا الشياطين برميه بالحجارة، ثم اختبأوا كأنهم فصم الحداب في الماء. فالتفت وراءه فلم يجد سواي، فقال لي: أنت يا حيوان. ضحكت لحظة ذاك ملء قلبي، وكأنه كان يغازلني لا يشتمني. واقتربت منه وقلت له: أتصدق أني أفعل هذا؟ فقال: كلكم تفعلونه، كلكم مجانين. أعود بك إلى المجنونات. لم تكن ريتا الوحيدة، كان لها سمية تدعى ريتا بنت عامر، وكانت تعلم رأس أولادها بالقزع لتعرف أولادها من أولاد غيرها. حينما ننظر في هذا الأمر من منظورنا سيبدو فعلا مجنونا لا شك، ولكن لماذا لا ننظر إلى هذا الأمر من زاوية أمومتها؟ لماذا نضحك على أم تريد أن تعرف أولادها دون أن تحتاج إلى ذل سؤال الآخرين عنهم؟ برأيي هذا تصرف في غاية النبل والحنان. تريد أن لا تخطئ أولادها وأن تضمهم وتهتم بهم رغم جنونها. بالمقابل كلانا يعرف أن كثيرا من العقلاء يعرفون أولادهم جيدا، ولكن لا يكلفون أنفسهم عناء الاهتمام بهم، لأن الناس يخلطون بين مفهوم التربية ومفهوم الرعاية. يعتقد كثير من الأهل أن التربية هي تأمين الطعام والشراب واللباس واصطحاب الطفل المريض إلى الطبيب. بالمناسبة هذا ما يفعله الأثرياء مع حيواناتهم المدللة، وهذا إعالة لا تربية. التربية مفهوم أعمق وأكثر تعقيدا. لهذا عندما جاء رجل إلى عمر بن الخطاب يشكو إليه عقوق ابنه، استدعى عمر الابن وأنبه قائلا: أما علمت أن لأبيك عليك حقا؟ فقال له: يا أمير المؤمنين، علمت أن لأبي علي حقوقا، ولكن أليس لي حقوقا على أبي؟ قال عمر: بلى. فقال الابن: فما حقوقي على أبي؟ فقال عمر: أن يسميك اسما حسنا، ويختار لك أما لا تعير بها، وأن يؤدبك ويربيك. فقال الابن: أما أبي فقد سماني جغلا، والجغل حشرة صغيرة في الصحراء تجمع براز الحيوانات وتحملها إلى حجرها، وقد اختار لإخوتي
أمهات من الحرائر، واختار أمي أمة فهم يعيروني بها. ومذ فتحت عيني على الدنيا أرسلني إلى المراعي، فلا أحفظ قرآنا ولا أفقه حديثا ولا أعرف شعرا. فقال عمر للأب: لقد عققته قبل أن يعقق. صحيح أن عقوق الأهل ليست مبررا لعقوق الأولاد، وأنه إن أخل الأهل بواجب التربية فليس على الأولاد أن يخلوا بواجب البر، ولكننا نهاية المطاف لا نحصد إلا ما نزرع. أجمل ما في المجانين يا نبض أنهم أحرار على وجه الحقيقة لا على سبيل المجاز مثلنا. حين يؤمنون تجدينهم يؤمنون على سجيتهم، وحين لا يتعبدون وقد أسقطت عنهم لا يفجرون. يقول نجيب محفوظ: الجنون وحده هو الذي يتسع للإيمان والكفر، للمجد والخزي، للصدق والكذب. أما العقل فكيف يتحمل هذه الحياة الغريبة؟ كيف يشتم ألق النجوم وهو مغروس حتى فمه في الطين؟ في المجتمع قيود تكبلنا يا نبض، ونحن عبيدها دون أن ندري، ولكننا نمارس عبوديتنا دون أن نلتفت للقيود التي تغل أيدينا. العادات والتقاليد كثير منها قيود يا نبض. القوانين قيد، والأحلام قيد، وتحصيل الرزق قيد. أما المجانين فمعفيون من هذا كله، لهذا هم أحرار تماما. وفي هذا يقول بيكوس كازانتسكيس: قد يحتاج الرجل إلى قليل من الجنون حتى يتسنى له قطع ذلك الحبل ليصبح حرا. وأعود بك إلى المجنون الذي يبدو عبقريا أحيانا، وفيه يقول جبران: بين العبقرية والجنون خيط أرفع من نسج العنكبوت. حضر مجنون إلى مجلس إمام المسجد وكان عنده ضيوف، فأحضر الإمام تمرا وطلب من المجنون أن يقسمه بين الحضور. فقال المجنون لإمام المسجد: أقسمه كقسمة الناس أم كقسمة الله؟ فقال له الإمام: اقسمه كقسمة الناس. فأخذ المجنون طبق التمر وأعطى كل واحد من الحضور 3 تمرات، ووضع بقية الطبق أمام الإمام. عندها قال له الإمام: اقسمه كقسمة الله. فجمع المجنون التمر وأعطى الأول تمرة، والثاني حفنة، والثالث لا شيء، والرابع ملأ حجره. فضحك الحاضرون طويلا. أتعرفين ماذا أراد المجنون أن يقول للناس؟ أراد أن يقول لهم أن لله حكمة في كل شيء، وأن أجمل ما في الحياة التفاوت. ولو أعطي الناس كلهم المال لم يعد له قيمة، ولو أعطي كلهم الصحة ما كان للصحة قيمة، ولو أعطي كلهم العلم ما كان للعلم قيمة. سر الحياة أن يكمل الناس بعضهم، وأن لله حكمة لا ندركها بعقلنا القاصر. فحين يعطي الله المال له حكمة، وحين يمسكه له حكمة. وإنه ليس علينا أن نشتكي الله كما نشتكي موزع التمر إذا حرمنا، لأن الله سبحانه إذا أعطانا فقد أعطانا ما هو له، وإذا حرمنا فقد حرمنا مما ليس لنا أساسا. ولو نظرنا إلى الحياة لوجدناها غير متساوية، لهذا نعتقد أن فيها إجحافا. ولكن هناك مبدأ أسمى من المساواة، وهو العدل، والله عادل. لهذا وزع بالعدل لا بالمساواة، لأن المساواة تحمل في طياتها إجحافا أحيانا. ومن أعطي المال فنحن لا نعرف ما الذي أخذ منه في المقابل. وإني على يقين أن الله لو كشف لنا حجب الغيب ما اخترنا لأنفسنا إلا ما اختاره سبحانه لنا. ولكننا ننظر إلى الدنيا كأنها كل شيء، وأنها المحطة الأخيرة لنيل النصيب والرزق. هناك آخرة يا نبض ستأتي لا محالة، وسنرى كيف تتحقق العدالة المطلقة، وأن العطاء الحقيقي هناك والحرمان الحقيقي هناك. المال لم يكن يوما معيارا لحب الله للعبد، فقد أعطى المال والملك لمن أحبهم ولمن أبغضهم، ولكنه لم يعطي الهداية إلا لمن أحب. ولو كان المال دليلا على محبة الله للناس لما ملك النمرود ونبوخذ نصر الأرض من مشرقها إلى مغربها،
ولما مضت الأشهر ولا يوقد في بيت النبي نارا لطعام. مشكلتنا حين تمر بنا قصص المجانين لا نأخذ منها إلا الجانب المضحك، في حين لو تأملناها جيدا لبدا لنا في طياتها حكما كثيرة. موزع التمر هذا مدهش يعني. المجانين عباقرة أحيانا فيأتون بحلول مذهلة. نسيت اسم الأمير الذي كان محاصرا وأراد أن يرسل رسالة إلى الخليفة يخبره بأمر الحصار، فجمع وزراءه ومستشاريه علهم يعثرون على طريقة يخبرون بها الخليفة ليرسل لهم المدد. وبينما هم في حيرة من أمرهم إذ دخل عليهم مجنون المدينة وألقى السلام على الأمير والحضور وقال: علمت أن الأمير قد جمع عقلاء القوم يسترشد بآرائهم، وإني لما علمت أن الأمير في غنى عن رأيي ما منعني ذلك أن أستغني عن نصيحته والتضحية بنفسي في سبيله. فقال الأمير له: ليس هذا وقتك. فقال له المجنون: اسمع مني فإن الله يضع سره في أضعف خلقه. فقال الأمير: قل. قال المجنون: قد علمت أني مجنون ولا يشك أحد في ذلك، وأن العيون التي زرعها الأعداء بيننا يعرفون هذا، فأرى أن أحلق رأسي ثم تنقش عليه رسالتك إلى الخليفة، ثم أمكث أياما لا أصيب الماء، فإذا نبت شعري وحجب الرسالة مضيت إلى الخليفة وهم لا يشكون في جنوني فيخلون بيني وبين الطريق. فاستحسن الأمير الفكرة ونفذها على الفور، وما مضى شهر إلا وجيش الخليفة يفك عنهم الحصار. وقريب من هذا حدث بين الأمير بشير وأخوت شاني. كان الأخوت مجنونا خالصا، وكان يدخل على الأميرة شمس زوجة الأمير بشير الشهابي تتسلى بأخباره وترفه عن نفسها. ثم لما بنى الأمير بشير القصر اكتشف أن المهندسين لم يحسبوا حساب جر الماء إلى القصر، وكان النهر بعيدا في أعلى البلدة والمنطقة جبلية وعرة. فجمع بشير المهندسين والخبراء ليجدا حلا لهذا المأزق، فقصر دون ماء لا يسكن. وبينما هم في غمرة اجتماعهم إذ علم الأخوة بأمرهم، فدخل على الأمير وحيه وقال له: قد سألني أن الأمير دعا المهندسين ولم يدعوني، ظنا منه أني عاجز عن جر الماء إلى القصر. الأمر بسيط أيها الأمير، اجمع الناس كلهم، وكل إنسان يحفر مترا في الأرض، وكل امرأة يحفر عنها زوجها، وكل ولد يحفر عنه أبوها، متر وراء متر، فإذا أنت عند النهر. أعجب المهندسون بالفكرة، والطريف أن العمل بالصخرة أنتجته الدول المتعاقبة على البلاد، فحين يتوزع العمل ينجز بأقصر وقت وأقل كلفة. أتعرفين يا نبض، إحدى الأشياء التي تحيرني في المجانين أنهم لا يعيشون طويلا، القليل منهم يا شيخ. كل المجانين الذين عرفتهم ماتوا باكرا، وكنت دوما أريد أن أفهم العلاقة بين الجنون والموت المبكر. ويوم موت عامر عرفت السبب. كنت أجلس عند جدتي تقص علي قصصها كالعادة، حتى جاء من يخبرنا أن عامرا مات. فقالت جدتي بلهجتها العامية: سبحان الله، الطيب ما بيقعد. كانت تعني أن الطيبين يرحلون باكرا، وقد كان عامر ككل المجانين طيبا إلى الحد الذي لم يجعله يبقى. أتخيل لو أنك جالسة أمامي الآن لنسيت موت عامر، ولكان حدثا عابرا، ولسألتيني على الفور ما القصة التي كانت ترويها جدتك. تحبين قصصها كثيرا مثلي، وكالعادة كنت سأستمتع بتعذيبك وأقول لك: لا عليك، قصة عادية، أخبرك بها لاحقا، فيملأك الفضول وتقولين لي: لا، الآن أريدها. لم أخبرك من قبل أن هذه كانت إحدى حيلي لأجعلك تجلسين معي أكثر. بما أنك جلست الآن معي ولو على ورقة بيضاء أكتب عليها، فإن فضولك لا يهون علي. حسنا،
كانت تخبرني قصة عن كيد النساء. قالت لي: يحكى أن تاجر قماش من عكا علق على الجدار خلف مكتبه لوحة كتب فيها: كيد الرجال غلب كيد النساء. وحدث أن امرأة دخلت عليه ذات يوم لتشتري بعض حاجاتها، ولما قرأت ما علقه التاجر أبدت امتعاطا شديدا، وقالت له إن كيد النساء غلب كيد الرجال، وتشارعا ما شاء الله لهما أن يتشارعا دون ما فائدة. ثم إن المرأة مضت في سبيلها، وعاد التاجر إلى تجارته. وطوال الطريق إلى بيتها ظلت المرأة تفكر بطريقة تكسر فيها رأس هذا التاجر العنيد. صبيحة اليوم التالي تنكرت بثياب امرأة على مشارف 60، وحملت عكازا، ووضعت نظارة سميكة العدسات حتى بدت من دنيا العجائز حقا. دخلت على التاجر فلم يعرفها، وقالت له بصوت باهت: أيها التاجر، إن الله ابتلاني بولد نغص علي حياتي، فلا يسمع لي نصحا ولا يعير لي سمعا، وإنه قد عشق امرأة متزوجة، وأنا حاولت أن أثنيه عن ذلك دون جدوى. تداركت المرأة أنها أفرطت في الشرح، وقالت بسرعة: إن ابني قد وعد محبوبته تلك بقطعة قماش لا مثيل لها في عكا. قال لها التاجر بسرعة: لقد وصلني منذ يومين ثوب قماش من اسطنبول، ليس له في بلاد الشام كلها مثيل. قالت له المرأة: هل لي بقصاصة صغيرة منه حتى أعرضها على ابني ليعرضها على محبوبته؟ فوافق التاجر، وقام بقص قطعة قماش بحجم الكف، وناولها للمرأة، ومضت في سبيلها. خرجت المرأة من دكانه وسألت عن بيته، فدلوها عليه، فذهبت وطرقت الباب، ففتحت زوجة التاجر، فقالت المرأة: يا بنيتي، أنا امرأة من مدينة أخرى، وقد أدركني وقت الصلاة، فهلا أذنت لي بأن أصلي في بيتك؟ رحبت زوجة التاجر بالمرأة أيما ترحيب، وجهزت لها الوضوء ومكان الصلاة، وتركتها لصلاتها ومضت لبعض شؤون بيتها. أخرجت المرأة قطعة القماش ووضعتها على السرير، ومضت في حال سبيلها. ثم إن التاجر عاد إلى بيته بعد الظهر ليرتاح قليلا، فوجد قطعة القماش، فلم يراوده أدنى شك بأن زوجته هي محبوبة ابن تلك المرأة. بسرعة نادى على زوجته فحضرت، وقال لها: اجمعي أغراضك وإلى بيت أهلك. فاستحلفته بالله وبكل نبي مرسل، إلا قال لها ما السبب، فأبى وقال: إذ عدت إلى البيت قبل أن أرسل في طلبك قطعت رأسك، وإذا حاولوا إعادتك إلي إياك أن تعودي. اغتنم التاجر أياما طويلة وتدهورت تجارته. مرت المرأة بدكانه فرقت لحاله، وقالت: حان وقت إصلاح الأمور. عادت إلى بيتها ولبست ثياب العجوز ونظارتها، وجاءت إلى دكانه، فلما رآها قام من على كرسيه كالمجنون يريد أن يضربها، فحال بينهما زبون، فقالت له: ما بك؟ فقال: لعنة الله عليك وعلى ابنك. قالت له: كل هذا لأجل قطعة قماش أخذتها منك، فماذا ستفعل الآن وقد جئت إليك أطلب قطعة أخرى؟ لأني لما أخذت الأولى منك أدركني وقت الصلاة، فطرقت بابا، ففتحت امرأة في غاية الأخلاق والجمال، فأحسنت إلي وأعدت وضوئي ومكان صلاتي، ولكني نسيت قطعة القماش عندها، وتهت عن البيت وأريد منك قطعة أخرى. انفرجت أسارير الرجل وقال: أحق ما تقولين؟ قالت له: ما كان إلا ما أخبرتك به. قال: إليك الثوب كله بلا مال، وخرج مسرعا ليعيد زوجته. صبيحة اليوم التالي دخل على التاجر غلام أعطاه ورقة وانصرف، ولما فتحها وجد فيها جملة تقول: ليس لي ولد ولا هناك حبيبة، ولكن كيد النساء غلب كيد الرجال. من ساعته نزع التاجر اللوحة القديمة، وهو إلى اليوم يعلق على الجدار خلف مكتبه لوحة تقول: كيد النساء غلب كيد الرجال.
أنا الآن على قناعة تامة أن العجائز يرين الكيد في النساء الصغيرات أكثر مما يراه الرجال، ولست أدري ما السبب. هل لأنهن يعرفن النساء جيدا؟ فلا يعرف النساء إلا النساء. وقد قالت أغاثا كريستي: الحمد لله أني امرأة كي لا أضطر للزواج من امرأة أخرى والعيش معها تحت سقف واحد. أم أنه صراع أجيال؟ دوما الجيل القديم يرى الجيل الجديد ليس أهلا للمسؤولية. هذا ما يعتقده جدي عن الشباب أيضا، رغم أننا حاربنا، وها نحن ندفع ثمن الحقبة التي كانوا فيها شبابا ولم يكونوا بحجم المسؤولية. إننا ندفع فاتورة صمتهم وسكوتهم، نعموهم بصمتهم، ونحن الآن ندفع ثمنه، على يقين أن لكل جيل ميزاته وعيوبه أيضا، ولكنهم يحاكموننا بمعايير زمنهم ومجتمعهم، ونحن نراهم دقة قديمة لأننا نحاكمهم بمعايير زمننا ومجتمعنا. ولو أدرك كلانا أن الفارق في ظروف الحياة سينتج فارقا في السلوك لاسترحنا، ولكننا غفلنا عن قول علي بن أبي طالب: ينصح الآباء لا تربوا أولادكم كما رباكم آباؤكم، فقد ولدوا لزمان غير زمانكم. ما أفقه هذا العلي وما أحكمه. سبق علم الاجتماع وعلم النفس بأكثر من 1000 سنة في هذا، وبجملة واحدة يختصر أسباب ظواهر اجتماعية كثيرة نراها الآن. قد تكون العجائز كجدتي وجدتك يرين النساء جيلكن مكيودات، لأنهن بلا وعيهن يغرن منكن. ليس سهلا على المرأة أن ترى أنها نضبت وذبلت وذاب جمالها، وأنتن تذكرهن بذبولهن. هذا قد يكون هذا مجرد احتمال، وقد تكون مكيودات فعلا. لا تغضبي، تعرفين أن هذا ليس رأيي في النساء، وإن كان هذا رأيي أغلب الرجال. أنا لي رأيا مختلفا في الأمر، وإن كان لا سبل لإنكار الكيد في النساء فهو ثابت في نص الآية، ولكني لا أنفيه في الرجال، بل أن الكيد في الرجال أشد منه في النساء. ولكن الرجال استطاعوا بمثابرتهم على هذا الرأي إقناعكن به، فالماء يفتت الصخر ليس بالقوة إنما بالإصرار، وإصرارهم أقنعكن. قال رجل لنسوة: إن كنا صاحبات يوسف. فقلنا له: فمن ألقاه في الجب؟ فقال: ومن ألقاه في السجن. كلما مررت بسورة يوسف تساءلت: أي الكيدين أشد وطأة على يوسف، كيد الرجال أم كيد النساء؟ ألقت النسوة يوسف في السجن من فرط الحب، وألقاه الرجال في الجب من فرط الحقد. الكيد إذن ليس حرفة نسائية كما يظن الرجال، والحديث عن الكيد على أنه شأن أنثوي، تهمة ألصقها الرجال بالنساء نتيجة فهم ذكوري للنص القرآني: إن كيدهن عظيم. الآية وإن كانت تثبت بشكل قاطع على وجود الكيد في النساء، فإن ولا تقصص رؤياك على إخوتك فيكيدوا لك كيدا، تثبت بما لا يدع مجالا للشك أن للرجال حظا وافرا من الكيد أيضا. وإذا كان كيد النساء مهمورا بالصفة عظيم، فإن كيد الرجال مهمور بالمفعول المطلق كيدا. ومن فوائد المفعول المطلق كما يقول النحاة هو نفي المجاز. خلق الله المرأة أرق من الرجل في المشاعر، وأضعف منه في البنية الجسدية، ووضع الكيد فيها سلاحا تداري فيه رقتها وتعوض به فارق القوة بينها وبين الرجل. وكل من يحمل سلاحا ليس بالضرورة أن يستخدمه، فالرجل الذي يحمل مسدسا لن يطلق النار على كل من يلقاه. الكيد ليس اختيارا أنثويا يذم عليه النساء، ليس مستحضر تجميل يضعنه بملء رغبتهن، فهو فطرة الله التي فطر عليها الناس، والله لا يذم بشيء من خلقه، لأنه سبحانه لا يخلق إلا لحكمة، ويبقى خلقه حكمة ولو عجزنا عن إدراكها. الكيد مرتبط بحسن التدبير بشكل عام، وليس مرتبطا بالشر بشكل خاص، فالقادرة على الكيد عليك، قادرة على الكيد لك. هي سيف بيدك، أنت تختار إما أن تحارب به أو تغرسه في صدرك. خديجة امرأة، فلما لم نسمع عن كيدها؟
أليس لأنها وجدت رجلا حول طاقة التدبير فيها له لا عليه؟ الحية ملمسها ناعم، ولكن جرب أن تؤذيها، ستظهر لك سما سينسيك نعومتها، والنساء كذلك، والأمثال بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. عندما تشعر المرأة أنها أثاث في البيت، عندما تهان بدل أن تكرم وتضرب بدل أن تحضن، ستكيد وهي معذورة إذ تفعل. نحن نستخرج أجمل ما في النساء، ونحن نطلق أسوأ من فيهن. ولست أدري لما يجرجرني الحديث عن الكيد إلى الحديث عن المطلقات. أسوأ ما في المجتمع أنه لا يرحم، يتعاطف عن آخره مع الزوجة التعيسة لأنه يعرف أنها مظلومة، ولكن إذ ما طلبت الطلاق انقلب هذا التعاطف 180 درجة وصار إدانة. كأنه على المرأة أن تبقى تعيسة في ظل ظلم زوجها، أو مطلقة في ظل ظلم الناس. هكذا هم الناس، متطرفون في أحكامهم دوما ومنحازون. فإذا ظلم الرجل في زواجه وابتلي بزوجة جعلت ليله نهاره ونهاره ليلا، من حقه أن يطلق. هذا التعيس المسكين نتعاطف معه حتى آخر رمق فينا على التعاطف. أما إذا قلبنا الأدوار فما نراه حقا مقدسا للرجل أن يصبح حراما على المرأة دوما. ما نقول لها أن أبغض الحلال إلى الله الطلاق، وهذا صحيح، الطلاق أبغض الحلال إلى الله ولكنه ليس أبغض الحرام، يبقى حلالا مع بغض الله له. وعندما وضع الدين قيودا في وجهه ونهى عن طلبه من غير بأس ولا ضرر، لأنه يعرف تبعاته على الأسرة والمجتمع، وأنه ينتج مشاكل لا حد لها، ولكن هذا المنتج للمشاكل حل في كثير من الأحيان. تعرفين جارتنا دعاء كانت تعيش جحيما لا زواجا، وكلنا نعرف أن زوجها سكير ينفق راتبه على مشروبه وملذاته، ويتركها تتدبر قوتها وقوت أولادها بما يجريه عليها أهلها والجيران. وأكثر من مرة عاد إلى البيت سكرانا وطردها من بيتها في منتصف الليل. ولا زلت أذكر مرة عندما سمعنا صراخا في الطريق، فخرجنا نستطلع الأمر، فإذا الدم يسيل من أنفها وأثار الضرب على وجهها، وهو يدفعها خارج البيت. كل الذين قالوا أن دعاء مظلومة وأن زوجها وحش لا يساك، هم أنفسهم الذين قالوا أن دعاء مكيودة لأنها طلبت الطلاق. لا أعرف ماذا يريدون منها، أن تبقى تضرب إلى ما لا نهاية أو تموت من الضرب ذات سكرة شديدة. حتى الذين كانوا أكثر تحضرا قالوا كان يجب عليها أن تصبر لأجل أولادها. أريد أن أعرف من الذي أقنع الناس أن نعيش الأولاد في جو مربوء بالمشاكل والعنف وقلة الاحترام أفضل من عيشهم مع أحد الأبوين في جو من الهدوء والطمأنينة. صحيح أن الأب لا يغني عن الأم، وأن الأم لا تغني عن الأب، هذا في الحالات الطبيعية السوية. أما حين يصبح الزواج شاذا عن الطبيعة فالحكمة تقتضي إخراج الأولاد منه، لأن كل ما يقوم به الأبوان هو تربية يتلقاها الأولاد. الزوج الذي يضرب زوجته سيعتقد ابنه أن هذا هو الطريق الأمثل لتوطيع النساء، وستعتقد بنته أن الأزواج وحوش لأنهم قدوة. والزوجة التي تعامل زوجها بقلة احترام سيعتقد ابنها أن النساء قليلات أدب ماكرات، وستعتقد ابنتها أن هذه هي الطريقة الأمثل لمعاملة الرجال لأنها قدوة أيضا. هناك عظماء كثر كانت أمهاتهم أرامل منذ صغرهم ولم يمنعهم هذا أن يكونوا عظماء، وهناك عظماء رباهم آباؤهم أيضا. السر لا يكمن في وجود الأبوين، وإنما في طريقة تعاملهما. لا أعرف لماذا يريدون أن يقنعوني أن دعاء إذا أخذت أولادها وربتهم وحدها في بيئة صحية نفسيا وأخلاقيا بعيدا عن بيئة بيتها الموتور كأنها ترتكب جريمة، لا كأنها تقوم بعمل عظيم وجبار. ثم لماذا قامت الأرملة بتربية أولادها وحدها؟ كان هذا عملا عظيما يستحق الإشادة، وإذا فعلته المطلقة تختلف المعايير. يا نبض، المرأة قادرة أن تربي سواء مطلقة أو أرملة، أو إذا كان حضور زوجها صفرا،
وجود الزوج ليس شرطا لممارسة الأمومة. الخنساء هي إحدى أعظم الأمهات في تاريخنا العربي. قدمت في القادسية أولادها الأربعة شهداء. كانت في الجاهلية إحدى أشهر النساء. تأتي السوق عكاظ وتقرض شعرا يأخذ الألباب على قدر من الصلابة والمتانة. ولم يكن غريبا أن الرجال حين ألقوا قصائدهم على النابغة الذبياني حكم سوق عكاظ وألقت عليه الخنساء شعرها، قضى قضاءه الشهير قائلا: الخنساء أشعر العرب. يومها ثارت حفيظة حسان بن ثابت وقال له: أنا أشعر منها ومنك. فقال له النابغة: بأي شعرك؟ فأنشد حسان: لنا الجفاة الغر يلمعن بالضحى، وأسيافنا يقطرن من نجدة دما، ولدنا العنقاء وابني محرق، فأكرم بنا خالا وأكرم بنا ابنا. فقال له النابغة: والله إنك للشاعر. ثم أردف قائلا في واحدة من أولى خطوات تأسيس النقد العربي: لو قلت الجفان بدل الجفنات لكان أبلغ، لأن الجفنات جمع تأنيث، وجمع التأنيث يفيد القلة، والكرم لا يكفي معه القليل. ولو قلت يلمعن بالدجى لكان أبلغ من قولك يلمعن بالضحى، لأن حاجة الضيف إلى القرى في الليل أشد منها في الصباح. ولو قلت أسيافنا يجرين من نجدة دما لكان أبلغ من قولك يقطرن من نجدة دما، فالنجدة بالسيوف لا تستقيم إلا بجري الدم لا بقطره. وأرى يا حسان أنك افتخرت بمن ولدت ولم تفتخر بمن ولدوك، وهذا معنى تستقبحه العرب. فقام حسان من أمامه مهزوما، وكان من الطبيعي أن يتهافت الرجال لخطبة الخنساء، فخطبها سيد آل بدر فرفضته، وخطبها سيد بني جشم فرفضته، وتزوجت ابن عمها عبد العزي على عادة العربيات وقت ذاك، وقالت قولتها المشهورة: أتراني تاركة بني عمي مثل عوالي الرماح. وكان عبد العزي مقامرا، وكانت الخنساء ذات مال كثير ورثته من أبيها، وكانت عادة العرب ألا ترث فيهم النساء، ولكن أخاها صخرا الشهم لما وصلت التركة بين يديه أبى أن يستأثر فيه دون أخته، وإنما أعطاها نصف المال. وما لبث عبد العزي أن قامر به وخسره كله، ثم ذهبت إلى أخيها صخرا تشكوه إليه قلة ذات يدها، فجمع ماله كله وأعطاها نصفه مجددا، ولكن عبد العزي ما لبث أن قامر به وخسره كله. ثم عادت الخنساء إلى صخر مرة ثانية تستعين به على ما نزل بها، فجمع ماله كله وأعطاها نصفه، وكالعادة ما لبث عبد العزي أن قامر به حتى خسره. وهذا هو سبب عشق الخنساء لصخر. لم يكن مجرد أخ، كان قبيلتها كلها، وهي لا تلام إذا أفنت عمرها تبكيه بعد مقتله. فرثته رثاء جاب أرجاء الصحراء، فحفظته العرب صغيرها وكبيرها، حتى يوم جاءت مسلمة قال لها النبي: هيا يا خنيس أنشدي من حديث صخر، فأنشدته: قد تقولين لي إذا صبرت الخنساء على زوجها فلما لم تصبر دعاء؟ فأقول لك هذا قياس مع الفارق، لأن الوضع في الحالتين مختلف تماما. فمقامرة عبد العزي لم تنسحب إهانة للخنساء أمام الأولاد، فلم يكن يضربها ولم يكن يهينها، وقد كانت ترى أن ذهاب مالها هين في سبيل الحفاظ على بيتها. أما دعاء فأرادت أن تحافظ على كرامتها وعلى أولادها، فهي غير ملامة. الشاهد في الأمر أن الخنساء استطاعت أن تربي أولادا عظماء حين كان الأب غائبا تماما عن المشهد، ولكن دعاء كانت تستطيع أن تربي أولادها لأن زوجها كان حاضرا بقوة، ولكنه حضور فظ. وقف حجر عثرة في وجه كرامتها وتربية أولادها، حتى أننا حين نقرأ قصة موسى في القرآن، وهو أكثر الأنبياء ذكرا فيه،
نلحظ غيابا تاما لدور الأب، فلما يذكر في معرض المدح ولا في معرض الذم؟ بطلة القصة بلا منازع هي أمه يوكابد، بطلة حين ألقته في اليم امتثالا، وبطلة حين رضيت أن يكون دورها ثانويا في حياة ابنها فيما بعد، فقد كانت مجرد مرضعة. ولكن التي لعبت دور الأم في حياة موسى كانت امرأة لا تقل عظمة عن يوكابد. كانت آسيا بنت مزاحم فربته أحسن تربية في بيت أسوأ الرجال، فكان موسى العظيم صنيعة امرأتين. أحسب أن هذا يكفي لإيصال فكرة أن المرأة تستطيع أن تقوم بواجب التربية وحدها حين يكون حضور الأب صفرا. وهناك عظماء كثر صنعتهن النساء. أحمد بن حنبل الذي حفظ الله به دينه، حتى صارت الأمة تقول حفظ الله الإسلام برجلين، أبو بكر يوم الردة وأحمد يوم الفتنة. وكان أحمد بن حنبل يتيما منذ نعومة أظفاره، فتعهدته أمه تأخذه ابن 7 سنين إلى صلاة الفجر وتنتظره بباب المسجد حتى يفرغ من صلاته، فإذا فرغ منه أخذت بيده إلى البيت، وإذا ما طلع النهار أخذته إلى حلقات القرآن والحديث، فصار إمام السنة وأحبه الطائعون والعصاة على حد السواء. وله مع أبي الهيثم قصة عجيبة في الليلة التي جلد فيها في فتنة خلق القرآن. يقول عبد الله بن أحمد بن حنبل: كثيرا ما كنت أسمع أبي يقول: اللهم اغفر لأبي الهيثم، اللهم ارحم أبا الهيثم. فقلت له: ومن هو ومن أبو الهيثم يا أبتي؟ فقال: رجل من الأعراب لم أرى وجهه. ففي الليلة التي سبقت جلدي وضعوني في زنزانة مظلمة، فوكزني رجل وقال: أنت أحمد بن حنبل؟ قلت: أجل. قال: أتعرفني؟ قلت: لا. فقال: أنا أبو الهيثم اللص، شارب الخمر، قاطع الطريق، مكتوب في ديوان أمير المؤمنين أني جلدت 18 ألف جلدة متفرقة، وقد احتملت كل هذا في سبيل الشيطان، فاصبر أنت في سبيل الله يا أحمد. ولما أوثقوني وبدأ الجلد، كنت كلما نزل الصوت على ظهري تذكرت كلام أبي الهيثم وقلت في نفسي: اصبر في سبيل الله يا أحمد. الشافعي أيضا كان صنيعة أمه يانب. هو الآخر فتح عينيه على الدنيا يتيما، فتعهدته أمه بالرعاية وأغدقت عليه حنانها، وكانت تأزه على حلق الحديث والقرآن أذى. وجاء إليها يوما شاكيا أنه لا يجد ورقا يكتب عليه، فقالت له: ذلك عندي. فكانت تذهب إلى حيث ديوان كاتب الخليفة وتستصلح له ما يلقونه في القمامة ورقا للكتابة. ابن حجر العسقلاني الذي شرح صحيح البخاري كله في غاية الإتقان لم يربه أبوه ولم تربه أمه، لقد ربته أخته الكبرى لأنه كان صغيرا عندما مات. ويقول عنها ابن حجر: كانت قارئة كاتبة أعجوبة في الذكاء، وهي أمي بعد أمي. عيسى بن مريم يانب ولد دون أب، فربته مريم الذي رباها زكريا من قبل. التربية إرادة قبل أن تكون رجلا أو امرأة. بإمكان امرأة أن تقوم بها وحدها، وبإمكان رجل أن يقوم بها وحده إذا أرادوا ذلك، والناس في هذا سواء، شرقهم وغربهم. جورج واشنطن أول رئيس الجمهورية في أمريكا ربته أمه لأنه كان يتيما، وهو حتى اليوم أعظم رؤساء القوم. المهاتما غاندي أيضا ربته أمه لأنه كان يتيما، وكانت تقول له كل صباح: قل معي، أنا حر، أنا شجاع، سأقول الحقيقة دائما. فخرج من تحت يدها العظيم الذي تعرفونه، توماس أديسون الذي أضاء لنا كوكب الأرض ينب، هو صنيعة أم آمنت به. قام مدرسه بطرده من المدرسة لأن تصرفاته كانت غريبة جدا. قال له: أنت غبي ولست مؤهلا للاستمرار في المدرسة بعد الآن. ثم أرسلت المدرسة رسالة إلى أمه بهذه الخصوص. تألمت ماري عند سماع الخبر، وقالت للأستاذ: كل المشكلة أن ابني أذكى منك، وسترى من يكون توماس في المستقبل.
عادت الأم بتوماس إلى البيت وبدأت بتثقيفه وتشجيعه، فساعدته على مطالعة تاريخ اليونان والرومان وقاموس العلم. وفي سن 11 من عمره درس نظريات نيوتن وقرأ قصة حياة جاليليو جاليلي وروايات شكسبير كلها. وعنها يقول توماس أديسون في مذكراته: لقد اكتشفت مبكرا في حياتي أن الأم أطيب كائن على الإطلاق. لقد دافعت عني بقوة عندما وصفني أستاذي بالغبي، وفي تلك اللحظة عزمت أن أكون جديرا بثقتها. كانت شديدة الإخلاص، واثقة بي بكل الثقة، ولولا إيمانها بي لما أصبحت مخترعا أبدا. إن أمي هي التي صنعتني، لأنها كانت تحترمني وتثق بي، وأشعرتني أني أهم شخص في الوجود، فأصبح وجودي ضروريا من أجلها، وعاهدت نفسي ألا أخذلها كما لم تخذلني قط. تقول العرب يا رب: إن لم يكن وفاق ففراق. ودعاء لم تفعل أكثر من أنها نفذت ما خلصت إليه العرب في تجاربها، ما خلصت إليه العرب في تجاربها. لم يكن من وفاق أبدا، فأرادته فراقا. لقد ضحت أكثر مما تخلصت. لا تنسي أنها إنسان ولها حاجات، وحين تدوز هذه الحاجة في سبيل كرامتها وأولادها فهي عظيمة ومضحية. لا كما يقول الناس عنها مكيودة. ليس سهلا أن تتحول المرأة من كائن أنثوي إلى كائن فقط، وهي حين اختارت أن تتوقف عن ممارسة أنوثتها في سبيل أولادها واجب أن تقدر، لا أن ينهش لحمها في المجالس. وحين طلبت دعاء الطلاق لم يكن هذا عن ردة فعل، ولم يكن وليد إهانة واحدة. كلنا نعرف كما تعرفين أنت إنها صبرت كثيرا، ولكن الصبر ينفر، وهي امرأة وليست ناقة، فلماذا نريدها أن تصبر إلى ما لا نهاية؟ يقول إحسان عبد القدوس: الطلاق ليس سهلا، إنه خدش يبقى في جسم الحياة كل العمر. ودعاء حين عزمت على الطلاق كانت تعرف أن شرخا كبيرا سيحدث في حياتها، وأنها ستدفع ثمن هذا الشرخ من صباها ووجودها، ولكن هذا الشرخ كان سبيلها الوحيد، كان قشتها، وكانت غارقة تماما. ويقول ساشا غيرس: نادرا ما يكون الزواج عن عقل، ولكن الطلاق يجب أن يكون طلاق عقل، لأن كل واحد منهما يعرف الآخر جيدا. كلنا كنا نعرف زوجها جيدا، كلنا قلنا أن زوجها وحش لا يساكن لما رأينا منه، وهي الأعرف به ولا شك. وثقي أن أشياء كثيرة حصلت خلف الباب الموصد عاشتها دعاء وحدها، ولم ندري عنها شيئا. بهذا لما استقر في عقلها أن لا سبيل غير هذا. يحاول البعض فلسفة الطلاق، في حين أنه أبسط من هذا بكثير. قرأت مرة لإحسان عبد القدوس قولا جميلا في صياغته ولعبه على الكلمات، ولكنه قول مثالي غير قابل للتطبيق، أو أنه من الممكن تطبيقه حين يكون الناس مثاليين. ودعاء كانت واقعية ولم تكن مثالية مثلنا جميعا. بالمناسبة يقول إحسان عبد القدوس: يقع الطلاق بين اثنين يحب كل واحد منهما الآخر أكثر من نفسه. لا أحد يحب الآخرين أكثر من نفسه، وهذا ليس أنانية، بل إن الشخص الذي لا يحب نفسه لا يمكنه أن يحب الآخرين. وإني لا أشك أن زوج دعاء أحب نفسه أكثر من أي شيء، وهذا طبيعي، ولكن ليس هذا هو سبب الطلاق. السبب أنه لم يترك لها نفسا لتحبها، جعلها تكره نفسها، دمرتها تماما، فأرادت أن تحافظ على ما تبقى منها. فليس كل البشر أيوب، ودعاء أرادت أن تعيش مثلنا تماما. ذاك الآن من دعاء: أحسب أني أسهبت، وكل ما يجول في خاطري قد قلته. قد توافقينني وهذا أغلب ظني، فقد خاطبت عقلك وعاطفتك معا، وقد تخالفينني وهذا حقك. لك أن تقاربي الأمر من زاوية مختلفة، فيأتي حكمك مغايرا تماما لحكمي، فأحكامنا عادة تأتي تبعا للزاوية التي نرى من خلاله أي قضية. فالليل في نصف الكرة الأرضية يعني أن هناك نهارا في النصف الآخر منها. وحين يقول
يقول أهل النصف الغارق في الظلمة أن الوقت ليل، فليس على أهل النصف القابع تحت الشمس أن يحملهم على القول بأن النهار ساطع. وأنا لا أريد أن أحملك على شيء، ولا أريد أن تحمليني على شيء لك أن تري فعلها كيدا، ولي أن أرى فعلا نبيلا، ولك بالمناسبة أن تقفي بين البين. ليس بالضرورة أن نقف بكليتنا في كل القضايا مع تماما أو ضد تماما. هناك منطقة وسطى بين كل رأيين، ولك أن تقفي فيها. وما دامت نافذة القرية مفتوحة أطل منها وأخبرك بما أرى. وأتذكر الساعة. أم أحمد كانت عقيما لا تلد، وكنيتها اكتسبتها من زوجها، فقد كانت هذه كنيته قبل أن يتزوج، وما أن التحقت به تحت سقف الزوجية حتى التحقت كنيته بها، فعرفناها بأم أحمد. كانت أم أحمد تحب أولاد القرية بجنون، وتستميت في الدفاع عنهم حتى كانوا يخطئون، وكانت دوما تجد تبريرا لهذه الشيطنة الصادرة من الصغار. كان يؤلمها أن يضرب أب ابنه أو توبخ أم ابنتها. وإذا نهر الكبار بالصغار قالت قولتها المشهورة: دعوهم فهؤلاء أحباب الرحمن. كانت أم أحمد تجد في عطفها على الصغار تعويضا عن أمومتها المفقودة، فالأمومة في النساء غريزة على عكس الأبوة في الرجال، فإنها بالتجربة. المرأة أم يا نبض، وحتى إن لم تلد. الرجل ليس بالضرورة أن يكون أبا ولو كان له 10 من الأولاد. هذا النبل الذي كانت تعامل به الصغار كان إشباعا لغريزة الأمومة عندها، وهذا ما يسميه سيموكورد فرويد بالدفاعات النفسية. والدفاعات النفسية عند فرويد هي مجموعة من الأساليب التي تستخدم بطريقة لا واعية لمسايرة أو تقليل التوتر الناجم عن أفكار سلبية لفقد ما، أو تكون نتيجة دوافع لا شعورية لا يعرف مصدرها، أو رغبات غير مقبولة، أو صراعات داخلية، أو عدم قابلية إشباع احتياجات معينة. والحالة الأخيرة هي أم أحمد، كانت تشبع بهؤلاء الصغار حاجة الأمومة عندها. نقص الأمومة في النساء عجز قاتل، تشعر المرأة فيه أنها مصابة بكيانها، والحالة الطبيعية لكل فاقد أن يسعى لتعويض ما فقده بالطرق المتاحة. وطريقة أم أحمد كانت أن تقنع نفسها عبر الاهتمام بالصغار ومحبتهم أنها وإن كانت عاجزة عن الإنجاب فليست عاجزة عن الأمومة. والآليات الدفاعية عند فرويد تنشأ من نتائج صحية أو غير صحية، ويعتمد ذلك على الظروف المحيطة ونوع الأسلوب المستخدم ودرجة تكراره. ونسي فرويد أن يضيف نوع الفقد، لأن الأمومة نبل كلها. كنا نرى في أم أحمد شخصا نبيلا لأنها كانت تشبع غريزة نبيلة، والأمومة لا تشبع إلا بالعطاء. ولو افترضنا أن أم أحمد كانت تعاني فقد الجنس وسعت لإشباعه في الآخرين كما سعت لإشباع أمومتها في أولاد الآخرين، لحكمنا عليها أنها عاهرة. طبعا أنا لا أدافع عن العاهرات، ولا أقول أن إشباع غريزة الأمومة خارج قنواته الطبيعية يجب أن يكون مساويا لإشباع حاجة الجنس خارج قنواته الطبيعية، ولكن فكرتي أن الإشباع يكون نبيلا أو قبيحا وفقا للحاجة المفقودة. الإشباع يا نبض أناني في تصرفاته، لأنه يحمل موغلا في الذاتية وغارقا في الشخصانية. فأم أحمد حين أشبعت غريزة الأمومة في أولاد الآخرين كانت تفعل هذا لأجلها لا لأجلهم، ولكننا نحكم على أنانيتها هذه بالقبول، لأنها تدغدغ فينا قيمة عظيمة هي الأم. وما يسميه فرويد الدفاعات النفسية هو عند تلميذه كارل يونغ التعويض. يرى يونغ أن الشخصية عندما تشعر في أنها في حالة صراع نتيجة عجزها عن تحقيق هدف مرغوب فيه، فإنها تبحث عن أهداف أخرى لها نفس الجاذبية.
ويترتب على تحقيقها إزالة الصراع. وهذه هي بالضبط حالة أم أحمد، كانت في سعي محموما للتعويض عما تفقد. لا شك أن عجزها الأمومي ولد في داخلها شعورا قاسيا بالنقص وصراعا مريرا بين واقعها وغريزتها. وكان للاهتمام بالصغار ورعايتهم وإغداق الحب عليهم نفس جاذبية الأمومة المفقودة. نحن بما نفقد لا بما نملك يا نبض. الغريق تغدو كل الدنيا عنده شبرا من يابسة، والأعمى تغدو كل الدنيا عنده عينا واحدة، والمشلول تغدو كل الدنيا عنده قدمين، واليتيم تغدو كل الدنيا عنده أبا، والعانس تغدو كل الدنيا عندها زوجا، والعقيم تغدو كل الدنيا عندها ابنا. لهذا بالضبط عرفنا أم أحمد بما تفقد لا بما تملك، لأن حياتنا تدور في فلك ما نفقد. والأمومة يا نبض نوعان: أمومة بيولوجية وأمومة نفسية. والأمومة البيولوجية تتحقق بالولادة والإرضاع، والأمومة النفسية تتحقق بالحب والرعاية والاهتمام. لا تكتمل الأمومة إلا بكليهما، فالأمومة البيولوجية ناقصة والأمومة النفسية ناقصة. ولأن شيئا أفضل من لا شيء، رأت أم أحمد أن عجزها عن الأمومة البيولوجية ليس من أن يقعدها عن الأمومة النفسية، فسعت ولم تقعد. وأم أحمد ليست إلا واحدة من كثيرات مثلها. قرأت مرة عن امرأة ثرية كانت مصابة بما أصيبت به أم أحمد. أتعرفين ما فعلت لتعويض هذا النقص؟ أخفت هوية المرأة الثرية وذهبت لتعمل في روضة أطفال براتب هذيل يتقاضاه أصغر مستخدم في شركتها. ولا تحسبي أن الأمومة النفسية يسيرة، ثمة نساء يرسبن في هذا الاختبار رغم ارتباطه بغريزتهن. فآسيا بنت مزاحم لم تكن عقيمة، ولكنها ربت موسى كأحسن ما تكون من التربية، وأحبته كأرقى ما يكون الحب، وأنقذته من جحيم فرعون وأنقذها من جحيم النار. بالمقابل فإن زليخة زوجة عزيز مصر لم يكن عندها أولاد، وكان المنطق يقتضي أن ترعى يوسف أحسن مما رعت آسيا موسى، لأن آسيا لم تكن تعاني نقصا في الأمومة في حين أن زليخة كانت تعانيه، ولكن غريزة الجنس عندها خنقت غريزة الأمومة. نحن مركبون بشكل عجيب يا نبض. تنتظرين من الناس نبلا في موقف ما فيذهلونك بخستهم، وتنتظرين من الناس خسة في موقف ما فيذهلونك بنبلهم. لابد لكل نافذة مفتوحة أن تغلق يا نبض، وليست نافذة القرية بدعا من النوافذ. فقبل أن تعصف بنافذة الذكرى ريح الواقع وتغلقها، أريد أن أطل منها على القرية إطلالة مودع. فأهلا بك معي في النظرة الأخيرة. أحد الأشخاص الذين لا أنساهم ما حييت الشيخ علي إمام مسجدنا القديم، رحمة الله تغشاه في قبره ما أطيبه وما أنقاه. ما زلت أذكره يا نبض رغم السنين الطوال التي حالت بيننا وبينه. البعض لا نعرف قيمتهم إلا حين نفقدهم، والشيخ علي أحد الذين عرفت قيمتهم بعد أن فقدتهم. شأني معه كالكسيح الذي لم يعرف قيمة قدميه إلا حين فقدها، وشأن اليتيم الذي لم يعرف قيمة أبيه إلا حين فقده، وشأن الأرق الذي لم يعرف قيمة النوم إلا حين فقده، وشأن الأرملة التي لم تعرف قيمة زوجها إلا حين فقدته، وشأن الأعمى الذي لم يعرف قيمة بصره إلا حين اعتمى، وشأن المغترب الذي لم يعرف قيمة وطنه إلا حين اغترب، وشأن الغني الذي لم يعرف قيمة المال إلا حين افتقر، وشأننا جميعا الذين لم نعرف قيمة السلم إلا حين امتلعت الحرب. عندما مات الشيخ علي وجاء إمام جديد عرفت تماما ماذا فقدت.
البعض يرممون فينا وجع الفقد، والبعض يجعلونه أكثر فداحة، وهذا بالضبط ما فعله شيخ مسجدنا الجديد. لم يعوضنا غياب الشيخ علي، إنما جعلنا أكثر افتقادا له. ملأ المنبر بجسده والمحراب بصوته، ولكنه لم يستطع أن يملأ الفراغ الذي أحدثه رحيله في قلوبنا. كان الشيخ علي مصحفا يمشي بين الناس، أو هكذا بدا لي. طفل كبير، طيب كدعاء صادق كآية، نقي كماء وضوء، وقريب من الله كسجدة. لم يكن أكاديميا بالمعنى الحقيقي للأكاديمية، ليس معه شهادة جامعية من كلية الشريعة. تخرج كما الأوائل من حلقات التحفيظ وشيوخ الحديث، وكان يحفظ القرآن كجري الماء ويشرحه لنا عمليا. ما مرض أحد فلم يزره، وما مات أحد فلم يشيعه. ما تخاصم اثنان إلا وكان أول المصلحين، وما تشاجر زوجان إلا كان أول المقربين. يزور الفقير فيسعده، ويزور الغني فيتعفف عن ما عنده. بينما شيخنا الجديد كان أكاديميا صرفا، يحفظ الأحاديث بالسند والنص بالصفحة، ولكن علمه كان ميتا لا يجاوز منبره ولا يبرح محرابه. موظف يحصل رزقه بعمله، والمسجد عنده ورشة، يخطبنا ويؤمنا ويتلقى راتبه والسلام. صديق الأغنياء وخصيم الفقراء، تعرفه بيوت المسؤولين وتجهله بيوت المساكين. والفرق بينه وبين الشيخ علي يتلخص في قول أحد الصالحين: كنا نطلب العلم في المساجد، ثم فتحت المدارس فذهبت البركة، ووضعت الكراسي فذهب التواضع، ووضعت الشهادات فذهب الإخلاص. لا أذكر مسؤولا حضر إلى مسجد القرية أيام الشيخ علي فالتفت له. إذا صعد المنبر فغني عن الناس، وإذا وقف في المحراب رفع يديه وقال: الله أكبر، وألقى الجميع وراء ظهره. أما شيخنا الجديد إذا حضر مسؤول خطب له، وإذا وقف في المنبر تخيل آيات ترضيه. يكتسب بدينه إذا ما أمر، ويعوض خدماته إذا ما تجاهلوا، ويعرض خدماته إذا ما تجاهلوا. والتكذب هذا دين العرب على مر العصور. وإن كنت أستقبحه في الشعراء، غير أني أتفهمه أن يبيع الشاعر شعره كأن يبيع الحرفي حرفته، والتاجر بضاعته. أما يتكسب المرء بدينه فشيء أستقدره، ولا أجد في خلدي له استحسانا ولا في نفسي تبريرا. كل الذين تعرفينهم من فطاحل شعرائنا أكلوا بقصائدهم، من النابغة الذي نصبناه مفتيا في شعر الأولين، إلى المتنبي الذي نصبناه أميرا للمتأخرين. انتصر سيف الدولة في إحدى معاركه الكثيرة مع الروم على حدود بلاد الشام، فدخل شاعر عليه ليمدحه وأنشده قائلا: فكانوا كفأر وسوسوا خلف حائط، وكنت كسنور عليهم تسلقا. فأمر سيف الدولة بطرده من مجلسه، لا لأنه لم يكن يحب المتسولين بشعرهم، على العكس تماما، فقد كان سيف الدولة أحد أشهر الذين أثابوا على التسول الأدبي هذا. وقد ارتزق المتنبي في بلاطه رتحا من الزمن، ولكن سيف الدولة استقبح هذا المعنى، وقد كان ذواقا، فالذي يرفعه المتنبي نحو السحاب إن رضي أن يكون أعداؤه فئرانا فلم يكن يرضى أن يكون قطا. ثم أقام الشاعر بالباب يبكي، فأخبر سيف الدولة بأمره، فأمره برده، وسأله: ما لك تبكي؟ فقال: قصدت مولانا بكل ما أقدر عليه، فلما خاب أملي وقابلني بالهوان ذلت نفسي فبكيت. فقال له سيف الدولة: ويلك، كيف تجمع حسن النثر وسوء الشعر؟
الشاهد في القصة أن هذا الشاعر تسول بما لم يحسنه، وقد كان بارعا في النثر على ما يبدو، ولكنه لما علم حظوة الشعراء عند سيف الدولة أراد أن يجرب حظه فأتى بالعيد. لم يكن هذا الشاعر هو الوحيد الذي أتى بالعيد ذات مديح، فقد سبقه علي بن الجهم في حضرة المتوكل، مع فارق بسيط أن ابن الجهم كان شاعرا فعلا. الشعر له مطاوع والقافية عنده مسخرة، ولكنه كان فقيرا في مضامين شعره فقر البيئة التي أتى منها. ولما أراد مدح المتوكل قال له: أنت كالكلب في حفاظك للود، وكالتيس في قراع الخطوب. أنت كالدلو ولا عد مناك دلوا، من كبار الدلاء كثير الذنوب. فغضب المتوكل غضبا شديدا، وأوغر من حوله صدره على علي بن الجهم، شأنهم شأن المسترزقين الذين جاءهم منافس يزاحمهم في رزقهم، فوجدوها فرصة سانحة ليتخلصوا منه. ولكن المتوكل كان حكيما، عرف أن الحياة التي عاشها ابن الجهم لا تنتج شعرا غير هذا، فهو لا يمثل معنى الوفاء إلا إذا استشهد بالكلب، ولا يمثل معنى القوة إلا إذا شبه بالتيس، ولا يمثل معنى الكرم إلا إذا قارن مع الدلو. فأمر أن يوضع في قصر على ضفاف دجلة، يرى جميلات الجواري، يسمع خرير الماء ويشم طيب الرائحة، ويعاقر زقزقة العصافير، ويجالس بارد النسمات. فأخذت قريحته الشعرية تتهذب، والمعاني الجديدة تختمر في عقله. ثم مرة حضر مجلس المتوكل، فدارت بينه وبين المتوكل مشادة، ولعله نزاعا لطبعه القديم، طبع الإعرابي الذي لا ينزل عن حاق. فوضع المتوكل يده على سيفه، فاستدرك علي بن الجهم الموقف وأنشده: دع عنك ذا السيف الذي جردته، عيناك أمضى من مضارب حده. كل السيوف قواطع إن جردت، وسيف لحظك قاطع في غمده. إن شئت تقتلني فأنت محكم، من ذا يسأل سيدا في عبده. فابتسم المتوكل ورضي، وعرف من حوله أن الذي أغلطته الصحراء رققته البوادي. وعلى هذا المنوال سار شعراؤنا الذين تعرفينهم والذين تجهلينهم. وقف شاعر معوج الفم أمام أحد الولاة ليمدحه، ولكن الوالي لم يعطه شيئا، وإنما سأله: ما بال فمك معوجا؟ فقال الشاعر: من كثرة الثناء على الناس بالباطل اشتغل العرب منذ القديم بالتجارة، وكانت قوافلهم تمخر عباب الرمال صيفا نحو الشام، وتبحر برا بسفن الصحراء شتاء نحو اليمن. كانوا يبيعون ما لديهم ويشترون ما ينقصهم، إلا أن أشهر أسواقهم كان سوق عكاظ، وكانوا يبيعون فيه الكلام. كان الشعر بالإضافة لقيمته التعبيرية والجمالية وسيلة الإعلام الوحيدة وقت ذاك، وكان الولاة يحتاجون للدعاية والشعراء يحتاجون للمال، فنشأت أقبح ظاهرة عرفها الشعر العربي، ألا وهي ظاهرة التكسب، أو كما يطيب لي أن أسميها التسول بالشعر. صحيح أن التكسب أو التسول لا ينقص من قيمة الشعر، ولكنه ينقص من قيمة الشاعر. فقصائد المديح مدفوع الأجر كانت رهيبة بمستواها الفني، وإن غاب عنها عنصر الصدق. ولأهمية الصدق في الشعر يذكر الجاحظ في البيان والتبيين أن إعرابيا سئل: ما بال المراثي أجود أشعاركم؟ فقال: لأننا نقولها وأكبادنا تحترق. كان النابغة الذبياني يحكم عكاظ بين الشعراء، وعندما قضى بأن الخنساء أشعر العرب وأنقذ السوق، ذهب لبيع النعمان قصيدة ليبيع النعمان قصيدة. وكان الثالوث الأموي الجميل جرير والأخطل والفرزدق، بالإضافة لشعرهم الرائع في النقائد،
يتسولون بقصائدهم من بلاط إلى بلاط. وكان أبو نواس يبيع الرشيد شعر، فهي الوسيلة الوحيدة لتأمين مال طائل يخوله دخول الحانة لتمسه سرائر فيثمل ويتغزل بالغلمان. وكان المتنبي سيد الشعر العربي متكسبا متسولا كبيرا، فالأحبة الذين تقف البيداء دونهم هو سيف الدولة الذي اشترى بسخاء قصائده، ولكن المتنبي باعه لأجل ولاية يصيبها، ولأجل ولاية يصبح قواصد كافور توارك غيره. من أراد البحر استقل السواقية. ولأن البحر حنث بوعد ولاية كان قد وعده إياها، يصبح العبيد أنجاس مناكيد، وتنام نواطير مصر عن تعالبها، ويسرح ويمرح الخصية السود. إن كان التكسب صفقة بين الولاة والشعراء، فإن الرابح من هذه الصفقة كان الولاة وليس الشعراء، فقد ربح الشعراء الحاضر وقت ذاك، وكان الولاة تخلدوا فربحوا المستقبل التاريخ. وسيف الدولة وكافور لو عاشا 1000 مرة أخرى لم نكن نسمع بهما لولا المتنبي. إن كان المتسولون بشعرهم كثر، فالذين لم يبيعوا قصائدهم كثر أيضا، فالخنساء مدحت صخرا ودفعت أعصابها ودموعها، والصعاليك لم تكن تعنيهم القبيلة كلها، فضلا أن يعنيهم سيدها. وابن أبي ربيعة الذي عرفناه متهتكا بشعره أرسل إليه عبد الملك بن مروان ليمدحه، فقال له عمر لا يمدح إلا النساء، لهذا لا تستغربي إن وجد الشعراء عن الولاة حظوة، هي مصالح متبادلة. الشاعر يبحث عن المال، والوالي يبحث عن الدعاية، وكل وجد في الآخر ضالته. وحده عمر بن عبد العزيز وقف كالحجر في حلوق الشعراء، فقد كان للشعراء حظوة عند خلفاء بني أمية، حتى إذا جاء الخليفة الخامس حبسهم عنه، وتوسط لهم عنده عدي بن أرطاء، وقال له إن الشعراء ببابك وأقوالهم باقية، وإن الرسول قد مدح وأعطى وفيه أسوة حسنة. قال: صدقت، فمن بالباب؟ فقال: عمر بن أبي ربيعة. فقال عمر بن عبد العزيز: لقرب الله قرابته ولا حيا وجهه. أليس القائل يا ليت سلمى في القبور ضجيعتي هنالك أو في جنة أو جهنم؟ والله لا يدخل علي أبدا، فمن بالباب غيره؟ فقال عدي: جميل بن معمر. فقال عمر: أليس هو القائل أظل نهاري لا أراها وتلتقي مع الليل روحي في المنام وروحها؟ والله لا يدخل علي فمن بالباب غيره. فقال عدي: كثير عزة. فقال عمر: أليس هو القائل رهبان مكة والذين عهدتهم يبكون من خدر الفراق قعودا، لو يسمعون كما سمعت حديثها خروا لعزة ركعا وسجودا. أبعده الله عني، فمن بالباب غيره؟ فقال عدي: الأحوص الأنصاري. فقال عمر: أليس هو القائل الله بيني وبين سيدها يفر عني وبها أتبعه؟ والله لا وطئ لنا بساطا، فمن بالباب غيره؟ فقال عدي: الفرزدق. فقال عمر: أليس هو القائل هما واللتان من 80 قامة كما أنقذ باز أكتم الريش كاسره؟ والله لا يدخل علي، فمن بالباب غيره؟ فقال عدي: الأخطل. فقال عمر: أليس هو القائل ولست بصائم رمضان عمري، ولست بآكل لحم الأضاحي، ولست بقائم كالعبد يدعو قبيل الصبح حتى حي على الفلاح؟ والله لا يغشى مجلسا أنا فيه، فمن بالباب غيره؟ فقال عدي: جرير. فقال عمر:
أليس هو القائل: طرقتك سائدة القلوب وليت ذا وقت الزيارة فارجعي بسلام. فإذا كان لابد فليدخل هذا. فدخل جرير وأنشده: إن الذي بعث النبي محمدا جعل الخلافة في إمام عادل. فقال عمر: اتق الله يا جرير ولا تقل إلا حقا. فقال جرير: كم باليمامة من شعثاء أرملة ومن يتيم ضعيف الصوت والنظر نال الخلافة أو كانت له قدرا كما أتى موسى ربه على قدره. هذه الأرامل قد قضيت حاجتها، فمن لحاجة هذه الأرمل الذكر. فقال عمر: ويحك يا جرير، قد ولينا هذا الأمر وليس معنا إلا 300 درهم. أخذ عبد الله 100 وأخذت عبد الله 100، ووالله ما عندنا إلا 100 باقية، فخذها ولا تعد. فقال جرير: والله يا أمير المؤمنين لهي أحب مال اكتسبته. فخرج جرير إلى الشعراء فقالوا له: ما وراءك؟ فقال: ما يسوءكم؟ خرجت من عند خليفة يعطي الفقراء ويمنع الشعراء. ثم أنشد: رأيت رقى الشيطان لا تستفزه وقد كان شيطاني من الجن راقيا. دعك من هؤلاء المتسولين الآن وعامليهم كما أعاملهم، أستمتع بنتاجهم ولا ألتفت إلى حياتهم. لو كنا لن نستعذب من الأدب إلا ما استقام صاحبه، فلن نستعذب من الأدب شيئا. لكل إنسان زلة، وزلة الشعراء التكسب. وعودي بنا إلى قريتنا، إلى الشيخ علي الذي كان يخبرنا أن الجزاء من جنس العمل، وأن من قام لله في الظلمة أخلفه نورا في وجهه. ووالله ما نظرت في وجهه إلا خال لي أن فيه مصباحا قريب من الله، لصيق بالناس، عفيف كأنه جبل بتراب الزهد وماء الاستغناء. أذكر حين كنا صغارا يرسلنا أهلنا إلى حلقته، حيث كان يتفرغ لنا فيعلمنا مما يعرف، يأخذنا على قدر عقولنا الصغيرة، يمازحنا ويلاطفنا، حتى كنا نعد الوقت كي تحين حلقته. كان يحضنا على طاعة أهلنا ولم يكن يوبخنا. كان ذكيا يعرف كيف يربي، لا يجرح صغيرا في نصيحة. في رأسه آلاف القصص، إذا أراد أن ينهى أو يؤمر قصة. وحدث مرة أننا كنا عائدين من حلقته نركض كما يفعل الصغار في الطرقات، فشتمنا مختار الضيعة رغم أننا لم نتعرض له، وكانت الطريق واسعة. فلما قصصنا عليه القصة سألنا: وماذا قلتم له؟ قلنا: لا شيء. فقال: ولما؟ قلنا: لأنه المختار وهو كبير. فقال: صاحب الحق كبير مهما صغر، وصاحب الخطأ صغير مهما كبر. وقص علينا يوما قصة أصحاب الأخدود. وكان مرة قادما إلى المسجد، فشاهد ولدين من طلاب حلقته يعذبان قطة، فأخذها من بين أيديهما ولم يقل لهما شيئا. وعندما حان وقت الحلقة انتظرنا أن يوبخهما، ولكنه قال لنا: سأقص عليكم اليوم قصتين. ثم قال: دخلت امرأة النار في هرة، حبستها، لا هي أطعمتها ولا هي تركتها تأكل من خشاش الأرض. ودخلت بغيا من بني إسرائيل الجنة بكلب سقته، كانت تسير في الطريق فأدركها العطش، فنزلت إلى بئر صغيرة وشربت. ولما خرجت وجدت عند باب البئر كلبا يلهث من العطش، فقالت في نفسها: لقد بلغ هذا الكلب من العطش ما بلغني. فنظرت حولها فلم تجد ما تسقيه به، فخلعت حذاءها ونزلت إلى البئر وغرفت له ماء وسقته، فشكر الله لها وأدخلها الجنة. فسألناه بصوت واحد: ما معنى بغية؟ فابتسم وقال: امرأة شريرة. أما الآن فقد أقفلت الحلقة، لأن الراتب لن يزيد بها،
ولن ينقص بدونها. وهذا يا نبض أحد رزايا مؤسسة الدين، تحويله من فكرة حياتية إلى مؤسسة يتحول فيها الناس من دعاة إلى موظفين. الداعية ليس له دوام محدد في عمل دؤوب يعمل ليل نهار، أما الموظف فكل شيء عنده بتوقيت وكل شيء عنده بحساب. منذ صار الدين مؤسسة صار فيه من المظاهر أكثر مما فيه من الدين، ولطالما حرص الأوائل على فصل المظهر عن الجوهر. كانوا يرون أن التدين الذي لا يثمر في الحياة تدين مشلول. كما سأل عمر بن الخطاب عن رجل ما إذا كان أحد من الحاضرين يعرفه، فقام رجل وقال: أنا أعرفه يا أمير المؤمنين. فقال عمر: لعلك جاره، فالجار أعلم الناس بجاره، يرى طبائعه ويخبر أخلاقه. فقال الجار: لا يا أمير المؤمنين. فقال عمر: لعلك رافقته في سفر، ففي الأسفار تتبدى الطباع وتظهر الأخلاق. فقال الرجل: لا يا أمير المؤمنين. فقال عمر: لعلك تاجرت معه وعاملته بالدرهم والدينار، فعند الدراهم والدنانير يعرف أبناء الدنيا من أبناء الآخرة. فقال: لا يا أمير المؤمنين. فقال: لعلك رأيته في المسجد يهث رأسه قائما وقاعدة. فقال الرجل: أجل يا أمير المؤمنين. فقال عمر: اجلس فإنك لا تعرفه. كان عمر منذ 1400 سنة يحذر من المظهر على حسب الجوهر. فإذا رأيت رجلا يحمل سواكا فلا تتسرعي وتقولي هذا صاحب سنة. أحيانا يغدو السواك مسنا نشحذ به أسناننا لنأكل لحوم الآخرين، وأحيانا تغدو اللحية ذي عمل لا أكثر. ما فائدة المساجد الكبيرة يا نبض ما دام الصف الأول لا يكتمل في صلاة الفجر؟ ألسنا نحتاج إلى بناء الإنسان أكثر من حاجتنا إلى بناء المساجد؟ ما فائدة أن نشتري كتب السير ولا نسير في حياتنا مسيرة أصحابها؟ كتب السير ولا نسير مسيرة أصحابها في حياتنا. ما فائدة الجهاد إذا صار المجاهد قاطع طريق؟ ما قيمة التدين إن لم يلحظ الناس فرقا بين سلوك المعلم المتدين والمعلم غير المتدين، بين التاجر المتدين والتاجر غير المتدين، بين الابن المتدين والابن الغير المتدين. مصيبة أن لا يكون لنا من حجنا إلا السبحات وسجاجيد الصلاة. مصيبة أن لا تكون صلاتنا إلا رياضة لتحريك المفاصل. مصيبة أن لا يكون لنا من صيامنا إلا السمبوسة ومسلسل باب الحارة. التدين الذي لا ينعكس أثرا في السلوك هو تدين أجوف. وأنا لست ضد كليات الشريعة، وإنما ضد أن يتحول الدعاء إلى موظفين. أتركك الآن يا نبض وأقفل نافذة القرية عليك وعلي، تماما كما أتمنى دوما أن أقفل بيتنا صغيرا عليك وعلي، وأنجب البنت التي تشبهك والتي لن أسميها باسمك لأنك ستكونين أمها. الفصل الثالث: طبول القلب تقرع. الآن يا نبض أرجع بك إلى أول الحكاية. هذه الحكاية لو عدت إلى أول الطريق لمشيتها مرة أخرى حتى آخر خطوة فيها رغم تعثر النهاية. هذه الحكاية هي التي استحالت فاجعة جديرة بالتكرار رغم فداحة الخطب وعمق الجرح. هذه الكأس تغري بتجرعها مرة أخرى آخر رشفة فيها رغم حنظل الختام. لا أريد أن أستبق الفاجعة الآن، فلينتظروا بوم صدري فله وقت ينعى فيه بالخراب. لنعد إلى مطلع القصيدة حيث بدأ أول خفق موزون لقلبي على بحر عينيك متعاشقا.
تفعيلة واحدة بلا جوازات. اليوم هو يوم ميلادي يا نبض. لا أعرف لماذا كلما مر بي هذا اليوم تذكرت المرة الأولى التي رأيتك فيها. ألا أنك ميلادي في وجه ميلادي وعمري في وجه عمري، أو لأني كما أخبرتك من قبل أؤمن أن الإنسان في لحظة ما يولد إنسانا جديدا غير الذي كان عليه. وأنا منذ رأيتك ولدت من رحم عينيك، ولم يعد يمكنني الرجوع قبلك. أتذكرك جالسة في مكتبة الجامعة ساحرة كأنك قصيدة جاهلية نظمها ابن أبي سلمى بعد أن بلغ من العمر الشعر عتية، عابثة بالقلب كغزل ابن أبي ربيعة، عذبة كبيت لأبي نواس، آخذة بتلابيب القلب كرثاء ابن الرومي ابنه الأوسط. تكللك هالة من الحكمة كأنك قصيدة للمتنبي، في يدك اليسرى كتاب وفي يدك اليمنى قلم تمنيته أنا. تارة تضعينه على شفتيك فأقول في عقلي كان الله في عونه، وتارة تخطين في الكتاب فأقول عثرت العيون الحلوة على ضالتها. قبلك لم يجذبني في المكتبة إلا الكتب، ولكن كان فيك شيء لا أعرف حتى اللحظة كيف أصفه، يشبه تذوق شيء جديد لا نعرفه من قبل، نقدم بحذر ثم يسحرنا الطعم، لا يعود بإمكاننا أن نتوقف. لا أقول وقعت في حبك من النظرة الأولى، لأني أعي جيدا أن الحب الحقيقي ليس شأن العينين وحده، إنه شأن الكيان كله. ولكني رغبت جدا بمعرفتك تلك اللحظة. هكذا هو الحب غالبا، ما يبدأ بالانتباه والفضول ثم يدفعنا صوب الآخر دون الكثير من التعليل. أردت بشدة أن أعرف أي الحدائق هي أعماقك، فقد كان يبدو جليا أن هذا الصمت والهدوء ينطوي على أشياء لا ندركها بالنظر من بعيد. لقد قلت في نفسي تلك اللحظة لو كانت هذه المرأة كتابا لكان من الظلم أن نختصرها بأي عنوان، ولو كانت قصيدة لكان تقييدها بأي وزن جريمة لا تغتفر. الكلمات سجن يا نبض، وأكثر مشاعرنا صدقا لا تكتب، فكلما كتبناها كنا أقرب للتخلي عنها منها إلى توثيقها. لذلك يظن القارئ أن العاشق حين يصف حبيبته يستعين بالكذب كثيرا، غير أنه فقط يحاول أن يحمل الكلمات أكبر قدر من مشاعره، وهو خائب مهما حاول، تماما كخيبتي في محاولة كتابتك. ظللت أياما أتردد في المكتبة لأراك فقط، وكنت أنتظر فرصة لأبدأ حديثا معك. فكرت بأن أسألك عن الكتاب الذي تقرأينه، ولكنني رأيتها حجة باهتة لا تؤدي إلى شيء. ثم فكرت أن أتعمد الاصطدام بك كما يحدث في الأفلام، ولكن ذلك بدا لي أشد الأفكار سخافة. تأخرت يوما عن موعد مجيئك، وانتظرتك طويلا حتى بدا لي أن باب المكتبة عدوي يتعمد أن يدخل علي غيرك. استغربت تلك الخيبة التي شعرت بها حين لم تأتي ذلك اليوم، أو لعلي استغربت تلك البهجة التي كان حضورك يتركها في نفسي. فالحزن غالبا هو غياب السعادة أو إدراك غيابها، ولكن كان علي حسم الأمر. أما التقدم أو التراجع فالبقاء على حافة الهاوية خطر كالنزول فيها، إما أن نجازف وننجو أو أن نقفز ونسقط، وعلى الحالتين أرحم من البقاء مسمرين. قد يخسر الشجاع وقد يكسب، ولكن الجبناء يخسرون دائما، حتى وإن ظنوا وهما أنهم احتفظوا بشيء ما. انتظرتك في اليوم التالي ولم تأتي أيضا، وكذلك في اليوم الثالث. هنا تحول الحزن على غيابك إلى قلق عليك. فكرت أن أبدأ بالبحث عنك من مكان ما، ولكني لم أكن أعرف حتى اسمك. كيف أسأل عن امرأة لا أعرف عنها سوى مكان تجلس فيه لتقرأ؟
بعد أيام وقد يئست تماما أن أراك مجددا. رأيتك في باحة الجامعة مصادفة. شعرت وكأن الدماء فجأة تدفقت في شراييني، أو أني بدأت بالتنفس فجأة، وكأني كنت أحبس أنفاسي طيلة أيام. وقررت أن أتقدم إلى الهوية. عندما انتظرتك في المكتبة ذلك اليوم لم يكن لدي نية أن أبقى متفرجا من بعيد. لقد عزمت أن أفعل شيئا. لم يكن لدي أي خطة، لأني أعرف جيدا أن كل ما يعد مسبقا في أمور القلب محكوم بالفشل. لا أذكر أني كنت على هذه الدرجة من التوتر قبل الآن. حتى في يوم المدرسي الأول بدت لي المكتبة ساحة حرب، وشعرت كأني أتقدم إلى حتفي. أليس الحرب والحب أخوين في النهاية؟ وهذا لا علاقة له بتشابه الحروف البتة، بل بتشابه الحتوف. كلاهما يجعلك تقف في منتصف الموت والحياة، وكلاهما لا يقبل في صفوفه غير أصحاب القلوب الجريئة، وكلاهما يقلب الحياة رأسا على عقب، ولكنهما في نقطة ما ضدان لبعضهما تماما. ففي الحب حتى الموت حياة، أما في الحرب فحتى الحياة موت. حين جلست في المقعد المقابل لك رفعت بصرك عن الكتاب تلقائيا، فسألتك إن كان يمكنني الجلوس. بدا لي كأن ملامحك تحولت لعلامة استفهام، ولكنك لم تسأليني شيئا، بل اكتفيت بهزة من كتفيك وشبه ابتسامة. فقلت لك بعد دقيقة صمت: هل أستطيع معرفة اسمك؟ نبض. ثم ابتسمت مضيفة اسم غريب صحيح. فكرت في كلمة غريب. لم تبدو لي الكلمة المناسبة لوصف العلاقة بينك وبين اسمك. الغريب أن يكون لك اسما عاديا بينما أنت امرأة غير عادية. غير أني لم أعقب بأكثر من ابتسامة. صحيح أنه ليس حديثي الأول عنك مع نفسي، ولكنه حديثي الأول معك. ولم أرغب أن يخطر لك حين أحدثك بحقيقة ما يدور في خلدي أني أفعل ذلك تملقا. أظنك من محبي القراءة، فقد لاحظتك هنا كثيرا. على الجميع أن يحب القراءة. يبدو أن الكثير من الناس لا يحب القيام بما عليه. الواجب دائما ثقيل، وقلة من لديهم اللياقة الكافية لحمل الأثقال. طيلة حوارك معي كنت محتفظة بابتسامتك التي تجعل جدية الحديث أقرب للفكاهة. ثم تسألينني: وأنت ما علاقتك بالكتب؟ أحاول جاهدا أن أجعلها وثيقة. أحاول أن أقرأ دائما، أو أن أكتب أحيانا. شاعر؟ لا، لست شاعرا بالمعنى الدقيق للكلمة. أميل إلى الكتابة الحرة والنثر أكثر من القافية والوزن. التحرك في المساحات الواسعة يناسبني أكثر. الوزن قيد، وأنا لا أحب القيود. اتسعت ابتسامتك مع الجملة الأخيرة، وبدأ كأنك تفكرين في سؤال، ولكنك قلت بدلا من ذلك: الشعراء أكثر الناس كذبا على كل حال. تلك ضرورة الشعر. إذا لم تكن تجيد الكذب فلن تجيد الشعر، رغم أنه ليس كذبا بالمعنى الدقيق. لنقل مبالغات أو براعة في التخيل، وأحيانا أخرى أمنيات. قد يحكي الإنسان أمنياته على هيئة كذبة، ويصوغها الشاعر على هيئة قصيدة. أفهم ذلك. لدي اعتقاد راسخ أيضا بأن داخل كل إنسان يوجد شاعر، قد يسمح للبعض باكتشافه فيغلب على طبعه الشاعرية، وقد يقتل بشكل ما بداخل البعض الآخر فيغلب على طبعه الجمود. لذلك أن الشعر ليس مجرد كلمات متناسقة مهما ظن الشعراء ذلك. فكل العشاق مثلا شعراء، ولكن ليس كل الشعراء عشاق. ذلك أن الشاعر يملك القدرة على وصف شفاه ملهمته مثلا بأجمل الصفات، ولكن العاشق يضع على شفاه حبيبته قبلة، وتلك هي قصيدته. وقد يطيح عناق واحد بين عاشقين بأعظم القصائد التي تصف جيد امرأة.
كذلك فإن دمعة واحدة من عين أم فقدت طفلها قد تكتب 1000 معنى في الحزن يوازي 1000 قصيدة رثاء. الشعر يعيش فينا أكثر مما يعيش في الكلمات، ولكن علينا أولاً أن نتعلم القراءة بقلوبنا. هل تعلمين أنك جمعت بين صفتين لا يمكن الجمع بينهما في حديثك السابق؟ ما هما؟ أخبرتك في الغد يجب الآن أن أذهب. أخبرك في الغد يجب الآن أن أذهب. فقد مرت 10 دقائق على موعد محاضرتي دون أن أنتبه. لم أكن أرغب بالنهوض وقتها يا نبض، ولم أكن أحفل بالمحاضرة، ولكن كان علي أن أضمن لقاءك القادم، ولم تكن لدي طريقة أخرى سوى أن أعلقك ببقايا الأحاديث التي لا تكتمل. وجدتك في نفس المكان وكأننا لم نفترق أبدا، وهذا أكثر ما يدهشني فيك ومعك. جمال الحديث بيننا لا يقف فقط عند كونك قريبة من القلب وحسب، بل لديك تلك الألفة التي تشعرني بأني كنت أعرفك منذ زمن ووقت طويل. أجد لديك أريحية العلاقة بين الأصدقاء، وشغف العلاقة بين العشاق، حنو الأمهات واحتياج الأطفال. والأجمل أنني كلما التقيتك استطعت أن أكمل معك من حيث توقفنا، كأن الزمن عاجز عن الدخول بيننا، وكأننا كنا معا طيلة الوقت، وتلك الفواصل الوقتية لا تعنينا. وتبادلنا التحايا، وبعد فترة صمت قصيرة قلت بهدوء: ما هما؟ العاطفية والذكاء أمران قلما يجتمعان. ثم أضفت متعمدا: لا سيما في امرأة. لم لا؟ العقل والقلب شركاء متشاكسون، وعلى المرء أن يكون على قدر عال من الحكمة حتى يسمح لهما بالتحدث في ذات الوقت دون أن يطغى صوت على آخر، أو تختلط الأصوات فيتوقف الفهم. في حديثك البارحة كنت تفسرين الشعر بعاطفية ذكية دون أن تجعلي الفكرة خيالية أو غير مقبولة، كأنك تعدين مزيجا سحريا بين الواقع والشعر. تزعجني المفاهيم الجاهزة، وأظن أنها يجب أن تزعجك أيضا ككاتب قبل أن تزعجك كإنسان. أليس مهمة الكاتب أن ينفض الغبار عن الأفكار، يزعزع رتابتها ويعيد تشكيلها أو تعديلها؟ ثم هل يمكن أن تخبريني بتعريف دقيق لكلمة واقع التي ذكرتها؟ المتعارف عليه أو السائد طريقة الناس في التعايش، المقبول اجتماعيا والمرفوض. كل هذا يلخص الواقع بشكل ما. من الذي يحدد الممكن من عدمه؟ الإمكانيات، الظروف، الشروط الحياتية. يتفاوت هذا بين إنسان وآخر وبيئة وأخرى، ولكن ثمة أشياء تعارف الناس عليها فشكلت خطوط واقعهم. أجل، ولكن معظم هذا الذي ذكرته هو مجموعة أفكار لأشخاص آخرين كانت صالحة لطريقة العيش التي يرغبون. واقعك هو طريقة تفكيرك ومفاهيمك الخاصة، قناعتك، وهذا شيء لا يكون بالوراثة، على الأقل لمن لا يريد ذلك. طبعا هذا يصعب الحياة كثيرا، ولكن متى كانت الحياة متساهلة مع أحد، إن سهولتها حين تحدث يجب أن تخيف الإنسان لا لأن تريحه. ذلك أن أفضل معلم في مدرسة الحياة هو الألم. وحين تتجنب أن تجمع إنسانا به، فهي إما أنها تنوي أن تجعله يخوض أصعب اختباراتها دون تأهيل، أو إنها تراه جديرا بالجهل الدائم والأمية. ومع ذلك فإن أغلبنا يقاتل من أجل الرتابة التي تبدو له أقل خطرا، إذ يفضل أن تسير حياته ببؤس على أن يغامر بكسر حاجز وجد نفسه خلفه ولم يجرؤ على السؤال عن سبب ذلك. نعم، ولكن قوة الإرادة تتفاوت بين الناس، والكثرة تغلب الشجاعة. الغالبية من الناس تريد حياة تشبه الآخرين، بل وتجزع حين يحدث خللا أو نقصا عن سواها. مفهوم الناس عن العيش يختلف تماما عن فكرتك، وحول القناعات الخاصة والاختلاف. وإن كنت أتفق معك حول صحتها كمبدأ، ولكن تطبيقها يقلل من نسبة صحتها، بل قد يجعلها خاطئة أحيانا.
ذلك أن العقل الجمعي هو الغالب. الناس يعيشون كجماعات لا كأفراد، وبالتالي يجدون العادات أقوى حتى من المعتقدات والأديان. الأشياء المألوفة وإن كانت خاطئة تنتصر في الغالب على الأشياء الغريبة التي كانت أشد صواباً. كل الأشياء تبدأ غريبة ثم تؤلف. قلت ذلك بإصرار وأنت تنظرين مباشرة في عيني. أطللت النظر إليك حينها مفكرا، ثم قلت دون تركيز: بعضها تبدو مألوفة جدا رغم غرابتها. كنت أحاول أن أتخلص من ذلك الشعور بالبلاهة الذي اعتراني لحظة دخلت في عتمة عينيك. كانت المرة الأولى التي تتحدد فيها نظراتنا، فغالبا ما كنت تشيحين ببصرك أو تخفضينه. كل غريب للغريب نسيب. قلت ذلك وكأنك تضعين نقطة في آخر سطر من الحوار. مع كل لقاء بيننا يا نبض كنت أشعر أني أفتح بابا في دهليزك، وكلما عرفت جزءا منك ازددت عطشا لمعرفتك أكثر. اللذيذ بك هو أن الصفات المتناقضة حين تجتمع فيك تنسجم بشكل غريب. مظهرك من الخارج يوحي بأنك أكثر الكائنات هدوءا، ولكن من يقترب منك يعرف أنك تحملين في داخلك ضجيجا ضاريا، كما لو كنت بركانا محاطا بالجليد. في عينيك حزن صامت وربما يوحي به سوداهما، إلا أن وجهك يحمل نضارة الربيع وبهجته. قلبك ناعم كالقطن، لا يمكن لأحد أن يدخله إلا ويرغب في المكوث فيه أبدا. تحبين الحياة، بالأحرى تحبين خلق الحياة في كل شيء. رقتك لا توصف، ولكنها لا تضعفك بل تزيدك قوة. تجمعين بين الحنان والعناد بشكل لا يجعلهما يتناقضان البتة. صرت أنتظر اليوم التالي لأراك، وبداخلي شعور أنك تفعلين. أصبح الليل عندي يمثل الاشتياق إليك، ويمثل النهار انتظار رؤيتك. لم أعد أحتاج أن أخلق الحيل لنلتقي، لأنك أيضا أدركت كيف تضرب القلوب مواعيدها دون أن تأخذ إذنا من أحد. لم أعد أنتظرك في المكتبة، كل مكان أراك فيه هو موعد جديد: باحة الجامعة، مقهاها، الرواق المؤدي إلى القاعة الدراسية، بوابة الخروج، الحديقة الخلفية، وأخيرا شاطئ البحر. كان يوما توعكت الشمس فيه قليلا فاحتجبت بغيمة، وكأن ذلك الظل هو الحجة التي أحتاجها لأطلب رفقتك إلى الشاطئ. قلت لي مازحة: أقبل إذا اشتريت لي كوبا من المثلجات. أعجبتك وكأن عدوى المرح التي لديك انتقلت إلي، وطائرة ورقية إذن أردت. أريد. هي لك. كلانا حصل على ما يريد، وكان كل ما أريد هو أنت. تحملين كوب المثلجات بيدك، وتربطين خيط الطائرة على معصمك، وتسيرين بجانبي حافية القدمين على الشاطئ. كل شيء بدا لي تاما في تلك اللحظة. وجودك كان يجعلني أشعر بالكمال بطريقة لم أعهدها من قبل، يجعلني أكتشف طاقة الحياة الكامنة بي دون جهد يذكر. يكفي فقط أن تكوني طرحت علي سؤالا مباغتا فشعرت للحظة أنك تقرأين أفكاري. هل تظن أن ثمة علاقة حب بين الشاطئ والبحر؟ يبدوان لي رفيقين أكثر منهما عاشقين. أنا أظنهما عاشقين. ما الذي جعلك تظنين ذلك؟ لأن البحر يمسح ذاكرة الشاطئ بعد كل عابر. ألا ترى كأنه يغار، وربما لا يفعلها بدافع الغيرة بل بحنان الأصدقاء، فهو يعرف أن العابر الذي يترك أثرا لا يكون مجرد عابر بل مقيم راحل، والأصدقاء يساعدون بعضهم على النسيان. وكيف تفسر تمدده في الليالي المقمرة، وكأنما عاشقان برح الشوق بهما حد العناق، لعلهما يتبادلان الهموم حينهما، فيعانق أحدهما الآخر مواسيا لا مشتاقا. سحبت نفسا عميقا وكأنك تحاولين ملء رئتيك بأكبر قدر من هواء البحر، ثم تنهدت هامسة: لو كنت شاطئا لرغبت أن يعشقني البحر.
ألا تخشين أن يعشقك من صفته الغدر؟ الغدر في نظري هو الترك وليس الأخذ، الجفاف للغرق. إذا كان البحر غدارا لأنه يأخذ ضحاياه إلى أعماقه، فكل العشاق بهذا المعنى يتسمون بالغدر، لأن كل عاشق لا يستحوذ عليك ويغمرك ويغرقك لا يعول عليه. وجدت الفرصة مواتية لأتسلل إلى قلبك وأتعرف على مشاعرك دون أن أبدو متطفلا أو فضوليا. سألتك محاولا أن أبدو حياديا ما استطعت: إذا عشقك البحر هل تبادلينه ذلك العشق، أم أنك من النساء النرجسيات اللواتي يردن جمع أكبر عدد من العشاق ليشبعن غرورهن بينما يتركن قلوبهن فارغة؟ هل أبدو لك كذلك؟ السؤال لي، لا تتحايلي. لا، لست نرجسية، ولا أجد الغرور صفة تدعو للفخر بل للخجل. لا يتعالى إلا أحمق يظن أنه يملك شيئا أو يدرك شيئا، ولو كان يدرك حقا لعلم أن ما يملكه الفاني لا بد أن يكون فانيا. كما أني لا أترك قلبي فارغا، القلوب التي تفرغ تحكم بالموت وإن كانت تنبض. حين خلق الله الأفئدة جعل حياتها الحب والإيمان، وإذا ما فرغت منها يعنيها أنها أصبحت فراغا. هل تتعرفين على الحب إذن إن وجدته؟ قد أستغرق وقتا لأعرف، وقد أعرف وأرفض أن أصدق، وقد أصدق وأرفض أن أعترف. الحب فخ جميل، ولكن ليس كل من ينصبه لنا يريدنا نحن بالضرورة. الكثير ينصب الفخاخ لأجل متعة الصيد لا أكثر، وحين نقع سيبقى الأسر ويرحل الأسر. من يحبك يرغب أن يوقعك في قلبه إلا في فخه. إذا وجدته سأقبل أن أقع مغمضة العينين. قلت ذلك ثم رفعت بصرك حيث تحلق طائرتك الورقية، وحررت أصابعك الخيط الذي يربطها بمعصمك وكأنك تطلقين سراح شيء ما. مر شهر كامل منذ عرفتك، شهر من الأحاديث المواربة والتخفي خلف تبادل الأفكار لتبادل المشاعر. كنت كلما اشتقت إليك قرأت لك قصيدة مشتاق وزعمت أنها أعجبتني، وكلما كتبت لك رسالة ليلية خانتني شجاعتي صباحا وأخبرتك أنها نصي جديد وطلبت رأيك. وأظل أراقبك وأنت تقرأين، ونفسي تتوق إلى أن تقول لك إنك تمسكين قلبي بين يديك وكل ما فيه لك. تعقبين: نص جميل. بمثل هذه النصوص يجب أن تتجمل النساء، لا بالحلي ولا بالمجوهرات. هل كنت سعدت لو كان لك؟ كنت سعدت طبعا لو كان ما فيه كتب لي وليس عني. وهل ثمة فرق كبير؟ أخبريني. أن يكتب نص لي يعني أن كل سطر فيه كان مسكونا بي وحدي لا بالقراء، أن الشعور المشروح فيه صادق بأنه يخاطب المعني به مباشرة. أما النص المكتوب عني فهو لقارئه شعور محنط لا يراد منه سوى فخر الكتابة ونشوة الإبداع. لذلك فرسائل الحب حين تنشر تغادر كونها رسائل حب وتصبح مجرد رسائل أدبية قد يفديها عاشق مبتدئ لحبيبته، أو يشرحها ناقد أدبي بمشرطه الثقافي، أو حتى قد توقد بها إحدى الأمهات تنورها لإعداد رغيف خبز. ستكونين عاشقة صعبة. قلت ذلك وأنا أحاول أن أداري رغبتي في أن أصرخ في وجهك بكل كلمة مكتوبة في الورقة التي بين يديك، وأعلمك حروف الحب حرفا حرفا كي لا تفلت مني طريقة واحدة من طرقه إلا اعترفت لك من خلالها أني أحبك. ولكني لم أرغب أن أقول الحب حتى أفعله. أردتك أن تشمي رائحة شعوري وأن تتنفسيه وتبصريه قبل أن تسمعيه مني اعترافا. ليس لدي مثل هذه النية. أي واحدة، عاشقة أم صعبة؟ ابتسمت دون تعليق، ثم قلت كمن يريد أن يغير مجرى الحديث تماما: انتقلنا إلى منزل جديد بالأمس، لم أستطع النوم على فراشي الجديد، لذلك أشعرك أن هذا اليوم لن ينقضي من شدة الإنهاك الذي أشعر به. هل وضعت مرآة تحت وسادتك؟ عقدت حاجبيك مستفهمة، فقلت:
هناك أسطورة شعبية تقول أن على الفتاة التي تنام في سرير جديد أن تضع مرآة تحت وسادتها لترى في منامها الرجل الذي ستتزوجه. اتسعت ابتسامتك وكأن ما قلته قد أمتعك. لدي مرآة أفضل، هي قلبي. إذن هل من صورة ظاهرة بها؟ لم تتضح تماما بعد. ربما يجب أن يقترب أكثر. لا أعرف ماذا ينتظر، قد يكون بابك مغلقا. العشاق الحقيقيون يجيدون التسلل من النوافذ، يفعلون ذلك حين تنزل حبيباتهم الجدائل إليهم. إذن هل تقترح أن أرمي جدائلي من نافذة الليلة؟ التجربة لا تضر، وإن عثر عليها اللص للعاشق. اجعل المقص بالقرب منك تحسبا. كنت أرى في عينيك بوضوح، وأقرأ في ابتسامتك بجلاء أنك تقاسمينني ذات الشعور، وتحاولين جاهدا كلما غلبك ضعفك أن تأخذي دور السخرية أو الفلسفة. كنت تنتظرين أن أعترف، وكنت أنتظر أن تفهمي. معك يا نبض كانت الحياة تمضي بعجالة. كنت أشعر أني أريد أن أمسك بها وأطلب منها التريث قليلا. لا أعرف كيف حدث، وأيقظت كل ما هو نائم، وبعثت كل ما هو ميت في أعماقي. صرت مستعدا للحب فقط، حتى ألد أعدائي صرت مستعدا لحبه، كأن قلبي لم يعد يقوى إلا على شعور الحب. كنت أحب كثيرا حين نترافق لحظة الخروج من الجامعة، تمشين بجواري وكأن الطريق يصبح أقصر، وكأن الشمس تصبح ألطف، وكأن المسافة الوحيدة التي يجب أن أقطعها هي المسافة بين يدي ويديك، وكأني سأصل حيث أريد حين أشبك أصابعي بأصابعك. كنا نقطع الرصيف ذات مرة حين لفت نظرك شيخ مسن جالس وحده على الرصيف. كانت تلك هي المرة الأولى والتي تلمس يدك يدي. بعفوية أمسكتها لتوقفيني. لم أستوعب ما كنت تقولين في البداية لأني كنت أحاول استيعاب لمستك. أعدت قولك وأنت تتجهين إلى الشيخ وتنتظرين أن أتبعك. لابد أنه يعاني من التعب أو أنه تائه. جلست بجواره وسألته بلطف بالغ: هل أنت بخير؟ نظر إليك قليلا ثم قال: أريد بعض الماء. نظرت إلي مستغيثة، وحينما عدت بالماء وجدتك مستغرقة بحديث ودي مع الشيخ، وكأن بينكما رفقة أعوام. لم تكن تواجهك أي صعوبة في التعامل مع المسنين والأطفال. كنت تقولين لي دائما إن القلب والعقل يستعيدان صفاؤهما حين يكبر الإنسان فيعود طفلا. وكنت تقولين أيضا إن الطريقة المثلى للتعامل مع الأطفال هي أن نصبح أطفالا مثلهم. لم يكن الشيخ يعرف أين هو، كان قد ضل طريقه إلى منزله. لم يكن يستطيع تذكر أي شيء كان يبدو تائها وغير قادر على استيعاب الأسئلة التي كنت تحاولين من خلالها معرفة شيء قد يساعد على إيجاد عائلته. لكنك بقيت إلى جواره بصبر. حاولنا معا لساعات البحث عن شخص يعرفه، ثم اقترحت عليك أن نسلمه للشرطة، إذ لابد أن عائلته قد أبلغت عنه. لن تستطيعي الذهاب قبل أن تتأكدي من أن المسن بأمان. كنت تحاولين جاهدة أن تشعريه بأن كل شيء سيكون على ما يرام، وأننا في الطريق إلى المنزل. في طريق عودتنا كنت تبدين حزينة وصامتة. سألتك: ما بك؟ هل تعلم نحن عبارة عن ذاكرة، حين نفقدها نفقد ذواتنا. حتى أقرب الناس إلينا يعيشون في ذاكرتنا لا في قلوبنا. الأماكن التي عشنا فيها، الأسماء التي ناديناها عمرا، الأبواب التي حملنا مفاتيحها، العتبات التي حفظت خطواتنا، كل هذا يمكن أن نفقده في لحظة النسيان. للقلب ذاكرة أيضا يا نبض. ربما ينسى العقل اسما ولكن الشعور يبقى. القلب يتذكر أحبابه ويقتفي به أثرهم، ونحن لا نفقد ذواتنا إلا حين يتم نسيانها من قبل أن نعيش فيهم. إذا كان ثمة من يتذكر من أنت ويحرص على أن يبقيك حيا فيه، فلن تفقدي ذاتك وإن فقدت ذاكرتي. كان يبدو وحيدا جدا.
كل هذه الأعوام التي قضاها في هذه الحياة لم تشفع له بإنسان يراقب خطواته حين فقد قدرته على معرفة طريق العودة. كل هذا العمر لم يصنع له عكازا لشيخوخته. كيف تسرق منا الحياة كل ما حصلنا عليه في رحلتنا معها؟ كيف ترسلنا هكذا صفر اليدين حتى من أبسط الأشياء؟ ذكرياتنا ربما لأن كل ما منحتنا إياه كان مجرد إعارة. الحياة يا نبض مؤقتة، وإن طالت فمن الطبيعي إذن أن يكون كل ما فيها مؤقتا. أنت أفضل من يدرك ذلك. أعرف أن الرحمة في قلبك تجعلك تشعرين الآن وكأنك مسؤولة عما رأيتيه من حال المسن. أرى بجلائك كم تشعرين بالرغبة في مساعدته، ولكن يا نبض ثمة أمور لا نملك أن نغيرها. الحياة تقضي ذلك. لا يمكنك أن تحملي نفسك المسؤولية عن آلام كل الناس الذين تقابلينهم. ستبذلين ما بوسعك لمد يد العون، ولكنك لا تملكين قدرة تغيير القدر أو منع الألم. ثمة شيء يقدر على الإنسان أو عليه أن يعيشه، ولا أحد يمكنه إيقاف ذلك. أعرف، غير أن المعرفة وحدها لا تكفي. زعزعتني كمية العجز وقلة الحيلة لشخص بدا لي وكأنه مهجور من قبل نفسه. هل رأيت كم بدا بعيدا عنه غير قادر على الوصول؟ كان ثمة مسافة لا يمكنه قطعها بينه وبين ذاته، لكن هذا هو ما أزعجني. ليس لدي الحق في الاعتراض على القدر. ما أزعجني هو أن يترك مثله وحيدا دون عمل أي احتياطات في حال خروجه دون علم أحد. نحن بحاجة إلى أن نحمي الضعفاء منا ونرعاهم. إننا بذلك نحمي إنسانيتنا أكثر من كوننا نسدي خدمة لهم. كنت أعرف أنك تدركين كل ما قلته، ولكن لديك قلب لم أجد في الكون أحن منه. تقاسمين الناس معاناتهم كما لو كانت معاناتك. كلما أخبرتك شخص عن مشكلته لا تكتفين بالاستماع، بل دائما تبادرين إلى إيجاد حل ما. كنت أعرف أنك لا تتوقفين فقط عند التعاطف مع الآخرين، ولكنك تفعلين كل ما بوسعك لمساعدتهم. كنت أحب هذا فيك وأكرهه في نفس الوقت. أحبه لأنه يشرح بجلاء أي قلب عظيم لديك وأي روح مؤثرة تحملين، وأكرهه لأني أعلم كم ينهكك ويجعلك تتحملين من أحزان غيرك ما لا تطيقين. لكني كنت أعرف أنك تملكين أيضا قوة تجعلك تحيلين كل حزن يصادفك إلى طاقة ودافع للبقاء واقفة أطول فترة ممكنة. شكرا لأنك بقيت معي. لا أعرف ماذا كنت سأفعل لولا وجودك. كنت ستنجحين بطريقة ما. لا يجب أن تشكريني لأني حاولت القيام بواجبي الإنساني مقتديا بك. هل أنا قدوتك الآن إذن؟ تحول كل الحزن الذي كان يكسو عينيك إلى ابتسامة حلوة، وكأنك تنفضين حزنك بهزة كتف بسيطة. مرحك يغلب دائما. تكونين كالأطفال أحيانا الذين يقهقهون ضاحكين ودموع بكائهم لم تشف بعد. في داخلي لم أكن أخشى أن أعترف بحبك يا نبض، ولم أكن أماطل قبل أن أعترف. كل يوم كنت أقضيه في وجودك كان يحمل لي دليلا قاطعا أن حياتي قبلك لم تكن إلا مجموعة من الليالي والأيام الفارغة. كل ما في الأمر أني كنت أستمتع باستكشافك يوما بعد آخر، أو ربما باستكشاف نفسي من خلالك. إننا حين نحب لا نكتشف شخص الآخر وحسب، بل نكتشف حجم قدرتنا، حجم صبرنا، وحجم قلوبنا أيضا. كأن الحب يمثل اكتشاف أبواب جديدة بداخلنا، نجد مفاتيحها مدفونة في روح أخرى، وما أن نجده نجد أنفسنا. من خلالك تعلمت أن روحي أيضا يمكن أن تكون محسوسة أكثر من جسمي. إنني معك كنت أكتشف معالم روحي، أكتشف أن للقلب أيضا حواسه الخمس. أصبحت قادرا على أن أراك بقلبي، ألمسك به، أسمعك، وأعرف رائحة حبك.
علمتني الكثير دون أن تقولي شيئا. أعدت تشكيلي، كأن كل ما اعتدت عليه قبل أن أعرفك أصبح غريبا عني، كأن حبك كان عادتي الوحيدة منذ الأزل. عندما أكون معك أشعر كأنك تنادين الطفل الصغير الذي بداخلي، تخرجينه من مخبئه، يشاكسك أحيانا ويختلس منك الحنان أحيانا أخرى. أتذكر كلماتك حين كنت تقولين لي: التعامل مع الحب يتطلب منك أولا أن تتخلى عن التفكير في الخطوة القادمة، أن تدرك أن المشاعر لا يمكن لها أبدا أن تقاس بالسنتيمتر، تعطي دون أن تحسب، أن تتوقف عن محاولة الفهم وتبدأ محاولة الشعور، لأنك لن تفهم الآخر إلا حين تشعر به. كنت تتكلمين بعفوية رغم ما كان يبدو عليك من استغراق في التفكير، تميلين إلى الجنون فيما يتعلق بالمشاعر، ولكن كان يغلب على هيئتك وتصرفاتك الكثير من العقلانية، وهذا ما كان يجعلني أتساءل أحيانا عما إذا كنت تخبئين جنونك أو تناقضين كلماتك. سألتك مرة: هل قطع الحب طريقك يا نبض من قبل؟ لما تسأل؟ متى ستتوقفين عن عادة الإجابة عن السؤال بسؤال؟ أطلت النظر إلي قبل أن تقولي شيئا. نظرتك الطويلة تلك لم تكن مبعث سرور لي. لا أعرف كم انزعجت حين فكرت في احتمال أن في قلبك شخصا آخر، أو بقايا حب قديم، أو حتى حلما متعلقا بسواي. يقال أن الرجل يرغب أن يكون الحب الأول في حياة المرأة، وترغب المرأة أن تكون الحب الأخير في حياته، لكن بالنسبة لي لم يكن الأمر متعلقا بالترتيب. لم أكن أحتمل فكرة أن يلمس قلبك أي شيء يخلو مني، لا قبلي ولا بعدي. لقد أردت أن أعرفك على الحب كما عرفتني عليه حين دخلت قلبي. شعرت أنك أجمل من أن تجرحك ذكرى أو يحزنك فقد. أخرجني صوتك الهادئ من صخب أفكاري قائلا: